تهب رياح غريبة وتتجمع السحب الداكنة لتغطي السماء. الشوارع صامتة لا يتردد فيها سوى صدى خطوات طائشة من بعيد. ربما تكون هذه بداية كارثة لم يسبق لها مثيل، ومن بعيد تتعالى صرخات الألم والنحيب من كل حدب وصوب. بينما يمزق الزومبي البشر بجنون، يزأرون ويهجمون عليهم وكأنهم يريدون تمزيق كل شيء في طريقهم. بأسنان مطبقة يملؤها الجوع تتسارع أنفاس البشر وتتعثر أقدامهم إلى الأمام، والبعض يواصل النظر خلفه في حالة من الذعر. بينما تقترب ظلال الزومبي، يسقط فجأة جسم غريب من السماء باعثا ضوءا ساطعا، مما أثار دهشة الناس والزومبي على حد سواء. يظهر شعاع من الضوء يجعله يرفع يده غريزيا ليحمي عينيه. عبس ذلك الرجل وصرخ بصوت عال وبحركة واحدة ضرب الوحش البعيد، ثم الضوء ساطع آخر مرة أخرى. اندفع الضوء الممتزج بقوة السيف بشراسة نحو الوحش، مجبرا إياه على التراجع آلاف الأميال. أدى انفجار مدو إلى تطاير الجماجم بل وحتى تحطمها، وأخيرا ارتطم السيف بالأرض بعنف وكأنه يصب آخر قطرة من قوته. ذلك الرجل هو يوشر، السياف الأول في الإمبراطورية، لقد قبض على مقبض السيف بإحكام. عيناه المتقدتان تشعان بهالة مهيبة. تنهد يوشر بحزن وصاح: هذا مرعب حقا. فارس الجحيم، دواء صوت ما، فارس الموت. ثم ظهر شكل ضخم، تظهر على بعض أعضائه علامات تلف شديد، وخطواته أصبحت غير ثابتة. يضع سيفه برفق على الأرض، القناع المحطم، يحرجه فيغطي وجهه بيده، هسهس من الألم. ظهرت عين شيطانية حمراء كلون الدم، ثم تلاشى اللون الأحمر الشرس في عينه تدريجيا، ليحل محله لون أزرق جليدي بارد، تاركا شعورا أكثر قتامة وخطورة من ذي قبل. فجأة لمس جسده بالكامل، نظروا حوله بارتياب، تنهد بارتياح، لكنه لم يستطع إلا أن يشعر بالألم بسبب الخراب الحالي. احترق العلم أيضا باللهب الشديد في وقت سابق، وفجأة انطلقت ضحكة مدوية. لم يستطع إلا أن يهتف: جيد، جيد جدا. أخيرا دمرت هذه الإمبراطورية الملعونة بيدي. يقولون إن الانتقام يكون أحلى كلما طال انتظاره. لقد تحقق أخيرا عهد قطعي قبل 1000 عام. سأل الشخص الجاثي أمامه: هل يمكنك أن تتخيل مدى سعادتي الآن؟ ضحك من قلبه. هويته الحقيقية هي أكليكس دوجو، والرجل الجاثي على الأرض هو الإمبراطور هيليوس. عين الصقر أديل لايتر من الإمبراطورية. عند رؤية ضحكته المنتصرة شتمه الإمبراطور بصوت عال، والدموع والمخاط يسيلان على وجهه: أيها الوغد، هل تجرؤ على قتل كل شعبي؟ أنت شيطان قذر، حتى عذاب الجحيم لا يكفي لك. عند سماعه تلك الشتائم استدار وضحك بصوت عال مادحا: هذه الشتائم تبدو عذبة. الآن هل سألت كل شيء؟ هل يمكنني المضي قدما في حفل التتويج؟ سأل هوجورتس أديل لايتر بغضب. أي هراء تتفوه به؟ شخص مثلك يريد إقامة حفل تتويج؟ ضحك بثقة: أنا أول شخص في التاريخ يوحد العظماء الستة، لذا فإن مناداتي بالإمبراطور هو أكثر من مستحق في مواجهة تلك الثقة. لم يستطع الإمبراطور سوى أن يكز على أسنانه ويتحمل. بدأت ساقاه تتحركان تدريجيا، وفجأة ظهر عدد لا يحصى من الأشخاص الغرباء. قال بأدب: شكرا لعملكم الشاق يا ملوك الشياطين وفرسان الموت. الآن أحضر التاج إلى هنا. تم تسليم تاج فاخر مرصع بالجواهر إلى دوجو، وكان الشخص الذي يحمل التاج هو داميان. وقف الاثنان في مواجهة بعضهما البعض للحظة طويلة. خف التوتر في الجو تدريجيا بينما أثنى دوجو: أوه يا فارسي الأكثر ولاء، إن الفضل الأكبر الذي سمح لي بالجلوس هنا يعود كله لك. كيف يجب أن أكافئك بما يليق بك؟ نظر إليه بصمت البرهة دون أن يتكلم، ممسكا بالتاج في يده. فكر بعمق. نظر دوجو إلى داميان دون أن ينبس ببنت شفة، ثم مسح على ذقنه وتابع: هذا حقا سؤال غبي. أنت عبدي وخدمتي هي أعظم متعة لك. فجأة ألقى بالتاج عاليا في الهواء.
فاجأ هذا دوغو وشاهد التاج المتوهج يسقط ببطء. قال لا إراديا: ها؟ تحطم التاج إلى أشلاء. مما أدهش كل من حوله اتسعت أعين الجميع من الصدمة. استخدم دوجو قوته للصمود وخلق درعا ضد قوة داميان، كما هاجمت المجموعة من حولهم أيضا. بكل قوتهم أصبحت المعركة أكثر وأكثر حدة حتى بلغت ذروتها أخيرا. أمسك دوجو جسده متألما وسأله: ماذا تفعل؟ كنت أدافع بوضوح، فلماذا لم آمرك بذلك أبدا؟ لهث وقال: أخيرا أستطيع التصرف من تلقاء نفسي. نظر دامياني إلى دوجو بعينين تفوح منهما رائحة البارود واحتقار تام. سأل دوجو الذي لم يتعاف بعد بشكل متكرر: كيف يمكنك التحدث؟ لقد محوت وعيك بوضوح. أجاب: الأمر يبدو وكأنه محي فقط. لم أزل أبدا. كنت محاصرا داخل هذا الجسد وشاهدت كل شيء. تلعثم دوجو مندهشا. ماذا؟ ومن نظرة الدهشة بدأ يضحك تدريجيا ببهجة وتابع: حقا إنها تحفتي الفنية العظيمة. نظرا لمساهمتك اليوم سأمنحك القليل من الغضب الخاص، لكن فقط حتى أجد طريقة للسيطرة عليك مرة أخرى. ثم اندفعت المجموعة بشراسة نحو جيان ميون. أظلم وجهه وهو يحدق به للحظة، ومضى ضوء أرجواني انعكس على وجه دوجو مما جعله يكز على أسنانه في غضب مرير. قام جيان ميون بحركة قوية وهزم على الفور مجموعة أسياد الشياطين التابعة له. لم يستطع دوجو إلا أن يصاب بالذهول ويصرخ بصوت عال حركة واحدة فقط، وتم القضاء على كل أسياد الشياطين لديه. ثم رفع دوجو كلتا يديه عاليا وكأنه يستدعي شيئا ما، وكما هو متوقع استدعى مجموعة من الزومبي. اندفعوا نحوه يبدون كالنمور الجائعة التي تتطلع إلى فريسة لذيذة. هجموا بعنف وهم يزأرون في وجه جيمي أورن بأعين جشعة. بقي جيمي أورن هادئا وثابتا ينظر إليهم دون أي تردد، أمرهم ببرود بالتوقف. استخدم جمائير قوته للسيطرة على الزومبي ومنعهم من مهاجمته بأمر واحد فقط: دمروا أنفسكم. صرخوا من الألم، وفي أقل من 5 دقائق تحول الزومبي فجأة إلى دخان يعكس ضوءا قويا. شاهد دوجو من بعيد وهو يكز على أسنانه في غضب مرير ارتجف وتلعثم، غير قادر على التحدث بوضوح. هذا سخيف للغاية. كان وجه جيا مايون باردا كالجليد وهو يرفع قبضته ويقول: لقد خلقت وحشا يعادل في قوته إلها. سخر جماؤون. هذا صحيح، أنت غاضب جدا، أليس كذلك؟ أتفهم ذلك؟ لو كنت مكانك لكنت مثلك. لم يكن دوجو ليهزم، ورد على الفور. لا تظن أنك فزت بعد. حتى لو تم تدمير هذا الجسد لا يزال بإمكاني نقل روحي إلى جسد احتياطي والسيطرة عليك كما في السابق. التقط قوسا وسهما مفاجئا دوجو بينما كنت محاصرا داخل هذا الجسد. كنت دائما أفكر في طرق لقتلك، فقط لقتلك. ابتكرت تقنية سيف يمكنها أن تقطع حتى الروح. نظر بخوف نحو السهم القادم مفكرا في رعب. لا توجد تقنية سيف كهذه، تبدو خطيرة جدا. من الأفضل المراوغة أولا. اتسعت عيناه وشد على أسنانه مندهشا. مزق ضوء عنيف الفضاء قاذفا بدوجو عاليا في الهواء وسط الحطام المتطاير. لهث دوجو وفكر اللحظة، ثم ضحك فجأة بصوت عال تماما كما ظننت. لا توجد تقنية سيف غريبة كهذه. فجأة انطلق ضوء قوي من الأعلى نحو دوجو، سحبه الضوء للأعلى بقوة هائلة مما جعله يصرخ من الألم في أقل من 5 ثوان. تم امتصاصه في تلك الدوامة السوداء المرعبة. عبس دوجو ونظروا إلى الأسفل للمرة الأخيرة، ومضت عيناه بكراهية لا تخطئها العين. ظهر ضوء أرجواني في السماء. أبهر الأعين واختفى دوجو تدريجيا. سقطت جمجمة محدثة ضوضاء خافتة وهي تتدحرج بعنف في كل مكان. كان وجه داميان باردا كالجليد.
وهو يرفع قدمه ويقول ببرود: اذهب إلى الجحيم بحركة واحدة غير ضرورية. سحق تلك الجمجمة على الفور محطما إياها إلى أشلاء. شهد هوجورتس أدلر كل شيء ولم يستطع إلا أن يشعر بالرعب. كان يرتجف بشكل لا يمكن السيطرة عليه. استلقى ووجهه على الأرض وسؤال يرتفع في قلبه: ما الذي يحدث حقا؟ انحنى داميان ممسكا بوجهه في عذاب. تنهد بهدوء وقال: لقد انتهى الأمر، التحول الأخير. وضع داميان السيف بقوة على الأرض مفكرا في نفسه: إذا مت، ولكن ما زلت أستطيع رؤية الجميع مرة أخرى. أريد أن أعتذر. أنا آسف على كل ما فعلت لعائلتي. أثر من الدماء يرش باستمرار في الهواء يا داميان. لقد طعن نفسه حقا في صدره لينتحر في الفراغ الأسود القاتم. نادى صوت فجأة: يا داميان. هذا الصوت من أخته. فتح عينيه تدريجيا بينما تسللت أشعة الضوء مع صورة فتاة جميلة تحدق به باهتمام. داميان، لماذا تنام هنا؟ نظر إلى الفتاة التي تبتسم بلطف أمامه. ابتهج قلبه بصمت. الحمد لله، قبل أن أذهب إلى الجحيم أتيحت لي رؤية أختي مرة أخرى. قال داميان دون تفكير: أختي، لماذا تبدين أصغر سنا؟ ردا على ذلك غطت فمها وضحكت بأدب: أوه، لماذا تثني علي فجأة؟ تحاول أن تجعلني أدافع عنك عندما يوبخك أبي، أليس كذلك؟ جلست لتهدئته. أنا أعرف، فقط ثق بي، لكن قد تمطر، لذا أسرع بالدخول في أقل من 5 دقائق. كانت قد ركضت بعيدا، تاركة داميان مذهولا. فكر بوضوح: لقد دمرت هذا القصر بالفعل. نظر داميان إلى يديه الشاحبتين ولم يستطع إلا أن يسأل نفسه: هل أنا أحلم أم أن العكس هو الصحيح وأن كل هذا كان مجرد حلم؟ حدأ داميان في الغصن اليابس أمامه وهو يفكر للحظة: خليني أجرب وأشوف. بعدها التقط الغصن وضربوا بلوح حجري على جانب الطريق وهو يفكر هذا المفروض يكون كافي. وفجأة صدر صوت صرير حاد. أمسك داميان الغصن بقوة واندفع مباشرة نحو اللوح الحجري، لكن الظاهر أن الضربة لم يكن لها تأثير كبير. تحطم الغصن فورا. فشهق داميان وعيناه متوسعتان من الصدمة، غير قادر على تصديق الواقع أمامه. وقف داميان مكانه مصدوما لدرجة أنه لم يستطع النطق بكلمة ولم يجرؤ على التحرك وهو يجزو على أسنانه، وعيناه مليئتان بالغضب وهو يحدق في اللوح الحجري. هذا جنون! تشقق الحجر إلى قطعة وبعدها استخدم السحر لتحطيمه بالكامل. في لحظات بدأ جسده يرتجف وهو يضحك لا إراديا، وعلت ضحكاته أكثر فأكثر كأن هناك قوة ما تنومه مغناطيسيا. أصبحت ضحكته أكثر جنونا ووحشية، وفي النهاية انهار داميان على الأرض وهو قابض على يديه بقوة وهو يرتجف. رفع نظره ليرى الغيوم الداكنة تتجمع وبدأت قطرات المطر تتساقط من الضحك إلى الجنون. والآن أمسك داميان بملابسه معذبا. كان يبكي بحرقة والدموع تسيل على ذقنه من الحزن وهو يقول: لقد عدت إلى الماضي. لدي موهبة العودة بالزمن. كان والده يوبخه بقسوة شديدة فقط بسبب هذه الموهبة عديمة القيمة. أنت مجنون، تسبب المشاكل في الحانة ويطردونك. إلى متى ستستمر في تشويه شرف عائلتنا؟ هذه الموهبة لطخت شرف عائلتنا. اقتحم أخوه الأصغر غرفته وهو نائم يسأله بكل غضب: لماذا ضربت وريث منطقة ليج السيد بلوم؟ بسببك تورطت أختي مع ذلك الرجل الوقح البخيل. هذه الموهبة حطمت مستقبل العائلة. ركعت والدته على الأرض وهي تبكي بحسرة: داميان، لماذا استخدمت أرض أجدادنا كضمان لاقتراض المال؟ لماذا؟ وأيضا تلك الموهبة تسببت في مصادرة ممتلكات العائلة. بسبب تلك الموهبة صرخ والده بغضب: أخرج! غادر داميان دون أن يلتفت وراءه. وفجأة ناداه صوت: داميان. كانت الفتاة من قبل: على الأقل خذ هذه النقود. أعطته كيسا بلطف وابتسمت في وجه داميان. يجب أن تعيش بسعادة. صدم لفترة طويلة أختي، مع أني دمرت حياتك هذه المرة. مد داميان يده
بيديه المرتجفتين ليأخذ المال، وبحركة مفاجئة خطف الكيس منها وهي مصدومة، ثم ركض بسرعة دون أن ينظر خلفه. اليوم الذي هربت فيه من المنزل شعرت لأول مرة كأنني أهرب من العائلة بأكملها. فهمت حينها ما يعنيه الشعور بالذنب والعار حقا. كانت أشعة الشمس الذهبية تشرق في كل مكان، خالقة جوا دافئا ولطيفا. ركع داميان على العشب الأخضر وقلبه مليء بمشاعر لا تعد ولا تحصى من الفقد الممزوج بالألم. كيف يمكنني أن أعود إلى الماضي؟ صحيح أنني كنت أريد الاعتذار لعائلتي، لكن هل عدت حقا إلى الماضي؟ بدأ نور الشمس يخترق الغيوم السوداء الكثيفة تدريجيا كأنها بركة إعجازية. هل يمكن أن تكون هذه نعمة من الآلهة؟ نظر داميان إلى يديه المرتجفتين، وبعد تفكير طويل أدرك أن حتى التقنيات الأساسية ستكون صعبة عليه الآن. توهيبا ضربة قوية أقوى بأضعاف المرات. ظلت مشاهد معركة بطولية تومض في عقله. قبض على يديه بقوة وهو يفكر لو كانت لدي هذه التقنية لا كنت أستطيع أن ألكم وجه الخصم بجرأة بعد أن قتلت الفارس صاحب لقب محطم التماثيل. فجأة نادى صوت من بعيد: يا إلهي سيدي الشاب داميان. لا إراديا التفت برأسه. كان فيكتور يجر جسده الصغير يكافح خطوة بخطوة ليناديه. عندما رآه يلهث بقوة تذكر على الفور إنه فيكتور كان خادما في العائلة، ما كان اسمه فيكتور. رفع نظره على الفور وأجاب: نعم سيدي الشاب، لماذا ما زلت هنا؟ الآن لويس طلبت منك أن تعود، إذا لماذا لم تعد بعد؟ رب العائلة غاضب جدا. سأل داميان باستغراب: ماذا فعلت؟ أكمل فيكتور بعجز: هل تسأل حقا لأنك لا تعرف؟ ظل داميان صامتا لفترة طويلة، لم يكن يعرف ما الذي يحدث. فجأة دوى صراخ في أراضي الفيكونت: أيها الوغد اللعين! كان هناك سيف موجه مباشرة إلى رأسه، مما جعل عيني داميان تتسعان من المفاجأة، لكن لحسن الحظ تفاداه بسرعة، مما تسبب في سقوط الرجل على وجهه. سقط بغضب وأسود وجهه حقدا وهو يحدق في داميان. وتدخل الجميع شتم بغضب: هل أنت مجنون حقا؟ تسبب الفوضى في الحانة وتطرد؟ إلى متى يجب أن تهان عائلتنا بسببك حتى ترتاح؟ حاول الشخص الذي على اليسار تهدئته: سيدي أرجوك اهدأ. وأضاف الشخص الذي على اليمين: أبي أرجوك توقف. صرخ الرجل بصوت عال: اتركوه جميعا الآن. قلت اتركوه، اليوم سأحطم رأسه. وسط غضبه هذا كان داميان يراقب بهدوء. طرأت فكرة في ذهنه: إذن هذه هي اللحظة التي عدت إليها. نظر إلى الجميع، كانوا يحاولون يائسين منع الرجل من إيذائه، ثم فكر للحظة: لا، هل ينوي حقا قتل داميان؟ لحظة، دعني أفكر جيدا. كم مرة من الوقت منذ آخر مرة وبخني فيها والدي كان ذلك الرجل والد داميان؟ حن داميان رأسه وهو يرتجف ويبكي مفاجئا الجميع. أتذكر هذا الشعور جيدا، وكل دمعة كانت تسقط تلو الأخرى، مما جعل الجميع يتساءل إن كان يبكي حقا. نعم، لأنك كنت قاسيا جدا. وضع داميان السيف جانبا، قال بصرامة: إذن بماذا ستدافع عن نفسك؟ إذا كان لا يزال لديك فم فتكلم. حدق فيه داميان لبعض الوقت ثم أجاب: لا شيئا يا سيدي. وقف الرجل مكتوف الذراعين ووجهه بارد وقاس وهو يكمل: بالطبع لا يمكن أن يكون الأمر خلاف ذلك، وكأن هناك شيئا غريبا. ثم ضيق عينيه، هو سأل مرة أخرى: ماذا؟ لا كلمات؟ لا، مستحيل. يا لك من فتى عديم الفائدة، دائما ما تختلق الأعذار وتقول لا. في مواجهة هذه الاتهامات رد داميان بهدوء: أنا أعترف، لكن سماعها منك لا يزال مؤلما. لقد لطخت شرف الفيكونت حسان. بسبب أخطائي كل شيء هو غلطتي، ليس لدي ما أبرر به. تنهد باولو بعمق: لسانك لا يزال معسولا. هل تظن أني سأتغاضى عن هذا؟ وضع داميان يده على صدره وحنى رأسه: أنا آسف، سأصلح أخطائي.
لاحظ بأولو سلوك داميان غير المعتاد وتلعثم ماذا؟ أجاب: سأكفر عما سببته. فتح داميان الباب وأكمل: بعدها سأقبل العقاب الذي أستحقه. عندما عاد نظر إليه الثلاثة، وداه وأخته بعدم تصديق. قال باولو: هل تعرضت للضرب كثيرا في ذلك اليوم؟ هل تخربط عقلك؟ في مدينة لوندفيك أورك التجارية الصاخبة تردد صدى صوت فجأة في الشوارع المزدحمة. لقد وصل سيدنا الشاب. التفت فيكتور لينظر إلى داميان وسأل: سيدي الشاب، هل تريد حقا دخول؟ ولم ينس أن يحذره: سمعت إشاعات أن هناك قوة كبيرة تدعمهم. أخشى أن يحدث شيء سيء. تقدم داميان إلى الأمام ببرود قائلا لفيكتور الخائف: إذا كنت خائفا فارجع أنت أولا. لوح فيكتور بيده: ماذا؟ لا أستطيع. أنت لا تزال ذاهبا وأنا لا أجرؤ على الهرب. فكر بينه وبين نفسه: بالطبع لو هربت معه سيكون ذلك أفضل. طمأن داميان على الفور: لا تقلق، سأعتذر بصدق للزعيم. ما الذي يمكن أن يحدث؟ سأصلح الأمور بجدية. راقب ظهر داميان وفكر بهدوء. نعم، لو سارت الأمور بسلاسة فسيكون ذلك جيدا. بعد أقل من 5 دقائق دخل مباشرة. فكر داميان: لا أعرف لماذا عدت إلى الماضي، لكن إذا كانت الآلهة تمنحني فرصة ثانية لا يمكنني أن أؤذيهم مرة أخرى أو أترك موهبتي تدمر مستقبل عائلتي بأكملها. صدم حارسا البوابة عندما رأوا داميان يدخل. شبك أحدهما ذراعيه بغرور وسأل: هيا يا أيها النبيل، لماذا تعود إلى هنا؟ ورفع الآخر سكينا ليهدده: هييه، لقد حذرناك بالفعل، لا ترنا وجهك هنا مرة أخرى في مواجهة عدائيتهم. فكر: لقد مر وقت طويل لذا لا أتذكر بوضوح، لكن الغريب أنهم يبدون مألوفين. بعد لحظة أجاب بأدب: أريد أن أعتذر للزعيم عن الأخطاء التي سببتها من قبل. حدق الرجلان بصمت في داميان لبعض الوقت. لم يستطع الذي على اليمين كب الضحكة وتمتم. مضحك جدا، يتصرف بوقار لأنه نبيل. لكن بشكل مفاجئ آل الآخر: فجأة تأتي لتعتذر؟ سأخبر الزعيم الكبير من أجلك. توقف الاثنان عن حديثهما الوقح أمامه. كان يعتقدان أنه مجرد متشرد من عائلة مفككة، لكن في الواقع كان أكثر عقلانية. أعتقد أني سمعت أن أخته جميلة نادرة. حقا، لا يزال هناك صيد جيد في ذلك المنزل. ثم استخدم أحد الرجال يده القذرة مباشرة لمداعبة وجه داميان: هيا يا سيد الشاب، فجأة أريد أن أقبل ذلك الاعتذار. أكمل ذلك الوغد إذا عرفتني على أختك الجميلة. سأسامحك. لم يستطع الآخر إلا أن يضحك بصوت عال ولمسه: هييه، توقف، سيبك الآن. وسع عينيه مندهشا: هذا صعب. السكين التي كان يلوح بها في البداية أصبحت الآن في يد داميان. قال بهدوء: اعتقدت أنني أستطيع فعلها، فقط أعتذر وأعود. قال أحد الرجال بغضب: هذا الوغد قد جن، من الأفضل أن نحبسه، لكن يبدو أنني بالغت في تقدير نفسي. شتم الرجل بغضب وهو يخطف السكين من يد داميان: أي هراء تثرثر بي. قال أحد الرجال بغضب: هذا الوغد جن، من الأفضل أن نحبسه، لكن يبدو أنني بالغت في تقدير نفسي. شتم الرجل ذو القلنسوة بغضب وهو يخطف السكين من يد داميان: أي هراء تتفوه به. لكن داميان لم يرفض السماح له باستعادتها فحسب، بل قتل رجلا آخر أيضا وتناثر الدم على وجهه بالكامل. وفي أقل من 5 ثوان أنهار الرجل في مكانه. سخر داميان قائلا: هل تريد أن تراه؟ إذن دعني أريك بوضوح. تراجع الرجل المتبقي خطوة إلى الوراء وسحب سيفه، وهو ينظر بحذر إلى وحشية داميان المتزايدة، وقال: دعني أريك ما هو عليه هذا الوغد، ابن منطقة الغراب الأرجواني حقا. الآن وقف فيكتور بعيدا وهو يتلعثم: سيدي الصغير. وعندما رأى المشهد أمامه بكى دون توقف: ظننت أنك أتيت لتعويض الأمر. اندلعت صيحات عالية تلتها همهمات من الحشد. يبدو أنه شجار. دعونا نذهب لنرى. انسى الأمر، أنت لا تريد التورط.
وقف فيكتور في زاوية حتى حراس بإسجيها لم يتمالكوا أنفسهم من القلق. سيدي الصغير، تواجه الرجلان اللذان يحملان أسلحة مباشرة بينما جلس رجل آخر متألما. قال الرجل بصرامة: أيها الوغد، هل تعرف من نحن؟ رد داميان بهدوء: لا يهمني من أنتم، افعلوا ما يحل لكم. رفع الرجل قبضته كاشفا عن وشم كوبرا قوي وهو يصرخ: يبدو هذا سخيفا، لكن اسمع، لا أحد يعبث مع القناع الأسود ويبقى على قيد الحياة. حدق في الوشم لفترة طويلة في حالة ذهول. صحيح، تذكرت أخيرا، القناع الأسود منظمة توسع نفوذها حاليا في لانيوك، وهذه إحدى الحانات التي يستهدفونها. هذه الفاتورة غريبة حقا، لن أدفعها. عندما اشتكيت من أسعار الطعام الباهظة ضربوني وسخروا مني أمام الجميع. سأدفع، توقفوا عن ضربي. بالنظر إلى الوراء الآن، أنا في الواقع من يجب الاعتذار له. أظلم وجه داميان، ثم ابتسم بوحشية مما جعل الحشد يتساءل: لماذا يبتسم هكذا؟ هذا الرجل أيضا تراجع بخوف، لكنه ظل يتحدث بجرأة. على أي حال، لن أتساهل معك لمجرد أنك نبيل. استعد. دون انتظار رد داميان، انقض عليه مباشرة ناويا ضربه. لامس السيف جسده بالكاد، لكن بحركة إضافية صد داميان على الفور بقدمه، مما تسبب في تعثر الرجل بشكل مؤلم. لحسن الحظ لم يكن وجهه قد ارتطم بالأرض بعد. اتسعت عيناه من المفاجأة، وبعد أقل من 3 ثوان ارتطم وجهه بالأرض بشكل مؤلم. فرك أنفها المحمر لفترة، ثم اتسعت حدقة عينيه فجأة عندما سمعه يقول: قتلكم جميعا هنا لن يكون كافيا بعد، لكنني سأتحمل ذلك من أجل عائلتي. أمسك داميان السكين في يده وعيناه تملؤهما رائحة البارود القوية. رأى الرجل أنه على وشك التصرف بتهور، فتلعثم قائلا: انتظر. تناثر الدم في كل مكان مما أفزع كل الحاضرين. مسح داميان العرق عن جبهته وراقب بصمت. الرجلان يمسكان ببطونهما وسيقانهما من الألم. لفت انتباهه صوت من بعيد: من هذا الوغد بحق الجحيم. التفت داميان لينظر إلى الرجال الأربعة الذين يحدقون به بقلق وخوف. هل هناك المزيد؟ قال القائد الشرس: هل هو من عصابة أخرى؟ سأله: من أين أنت؟ شرح بهدوء مرة أخرى: الأمر ليس كما تظنون. لقد جئت إلى هنا للاعتذار، لكنني أدركت أنني من يجب الاعتذار له. أحتاج إلى تقديم شكوى هنا، لذا خذوني إلى هناك بسرعة. نفد صبره: ولعل لا أعرف ما هذا الهراء الذي تتحدث عنه. إذا لم تتكلم فلا يسعنا إلا أن نسحقك ضربا. أشار إلى داميان وأمر بالقبض عليه. انطلق 3 رجال ضخام مفتول العضلات إلى الأمام على الفور. حدق بصمت للحظة ثم تنهد بيأس مشاكل مرة أخرى. حسم داميان أمره. تناثر الغبار والحجارة في كل مكان. في بضع حركات أساسية فقط أطاح بكل هؤلاء الرجال. توقف داميان على الأرض محدثا سحابة من الغبار. لقد شهد كل شيء ولم يستطع إلا أن يشعر بالصدمة والخوف. صرخت المجموعة من الألم. يدي توقف أمامهم مباشرة، مما جعلهم يتراجعون خوفا. مسح داميان العرق المتدفق على خده وهو يلوم نفسه: اللعنة، هل انقطع نفسي بسبب هذا فقط؟ ضغط داميان عليه: هل تريد المتابعة؟ تلعثم في رده: لا أنا آسف، إذا سمحتنا إذن. قبل أن يتمكن من استعادة وعيه كان عليه أن يركض للنجاة بحياته. بينما كان داميان يطارده، امتدت يده القوية نحوه وكأنه ينوي قتله على الفور. انتقال إلى مشهد مختلف في حانة مزدحمة حيث كان الناس يأكلون ويشربون بسعادة. تحول الانتباه فجأة إلى الشخص المقابل، تجمد في مكانه واللعاب يتطاير في كل مكان. جاء صوت وحشي من الخلف: يا زعيم، ربما تكون قد تماديت كثيرا. السكين المضغوط على رقبته جعله يخشى القيام بأي حركة غير ضرورية، وقضى عليه داميان على الفور. قال بوجه بارد: لهذا السبب يجب أن تستمع عندما أكون هادئا. كل من في الحانة بما في ذلك الموظفون
كانوا خائفين جدا من التحدث بعد مشاهدة المشهد. أمسك داميان بالسكين ومسح الدم الذي لا يزال على وجهه، ونظر ببراءة إلى الجميع من حوله. بعد أقل من 5 ثوان تفرق الحشد والبعض يصرخ من الخوف: أمي، أهربي أهربي! دخل داميان وهو يفكر الآن هربت العقبات. فجأة ظهر رجل في الطابق العلوي يصرخ بصوت عال: ما الذي يحدث؟ أين الحراس؟ الرجل الأشعث ذو اللحية كان مالك حانة أندرسون هوم. نظر داميان لأعلى وقال: لابد أنك المالك هنا. إذا كنت تقصد هؤلاء الرجال في الخارج فقد تعاملت معهم جميعا. انطلقت هتافات عالية على الفور. نظر الرجل حوله فرأى الحراس المهزومين وصر على أسنانه بغضب. لقد هزم أعضاء الشيخ الأسود. من أنت لتسبب مثل هذه الفوضى في عمل شخص آخر؟ رد داميان بهدوء. داميان هيزن. صدم الرجل وسأل مرة أخرى: هيزن، هل تقصد منطقة الماركيز؟ أجاب: نعم. أنا لست هنا لأسباب المشاكل، بل ببساطة للحصول على اعتذار منك. سأل أندرسون بغضب مرة أخرى: ماذا قلت؟ تابع داميان: الأسعار هنا باهظة جدا. اشتكيت، لكن حراسك ضربوني وطردوني، وبفضل ذلك عدت لأسباب المشاكل، وبسبب ذلك فقدت أنا وعائلتي الكثير. سأل الرجل على الفور فقدت: هل تتحدث عن الشرف؟ كما ترى أنا على الأرجح أكبر من أن أفهم ما تقوله. نظر أندرسون إلى داميان بخبث وتابع: مما أعرفه الكونت هيتون لم يتبق لديه شرف ليخسره. حدق به بصمت لفترة. أشار رأسي هراوة أندرسون إلى الأسفل نحو الرجل المتعجرف وقال: أيها النبيل الأحمق، هل تعتقد حقا أنني سأعتذر لمجرد أنك قلت ذلك؟ استخدم تلك الحيلة الرخيصة وادفع ثمن هذه الفوضى. سخري بازدراء. فهمت. سأغفر لك إذا اعتذرت، ولكن إذا كنت تريد ذلك حسنا. بحركة واحدة قفز داميان بقوة وهو يمسك بالسكين، مندفعا مباشرة نحو أندرسون، ووجهه مليء بالكراهية، قائلا: يجب أن تدفع أيضا ثمن ما قلته. صوت خطوات تستعد للقفز. فاجأ داميان الذي لم يتوقع ذلك واتسعت عيناه. هرع رجل غامض لمهاجمته، وما الضوء مبهر على الفور. في قلبه فكر وهو غاضب. هذا هو داميان. هبط على الفور بتعبير مندهش ومرتبك. تملق أندرسون هذا الرجل. اللورد تيست، لقد وصلت في الوقت المناسب تماما. جلس داميان وهو لا يزال يمسك بالسكين، وتنهد مفاجئ: لم أظن أنك من النوع الذي ينتمي إلى مكان كهذا. إذن أخبرني، لماذا يوجد فارس هنا؟ نظر إليه طويلا دون أن يقول المزيد. يقضي الفرسان حياتهم كلها في مسارات الفنون القتالية، ويتم تصنيفهم بناء على المهارة، من مبتدئ إلى فارس متدرب إلى فارس رسمي. يمكن للفرسان الرسميين استخدام الهالة بحرية، وشق الجبال إلى نصفين بضربة واحدة، واختراق الجدران مثل الورق. إنهم كائنات خارقة. ضحك أندرسون بفخر وهو يتباهى. صحيح، تيست هنا فارس متدرب، يكاد يكون مثل زعيم عصابة الأفعى السوداء. أنت في حكم الميت. نظر داميان إلى وجهه المتعجرف وسخر: إذن هو فارس متدرب. هذا يفسر على الأرجح سبب شعوري بتلك الهالة. عبس تيست وقلبه يغلي. كيف يمكنه أن يشعر بها بينما لم أكشف عن أي أثر للهالة؟ فكر داميان للحظة ثم قال: لكن أعتقد أنني أفهم. لماذا يعمل شخص مثله هنا؟ ربما لأنه طرد كفارس متدرب، لأنه لم يكن ماهرا بما يكفي ليصبح فارسا رسميا. نظر أندرسون إلى تيست الذي كان يرتجف من الغضب. وهمس كم أنفقت للتعامل معه. كانت كلمة متدرب مثل سكاكين تطعن مباشرة في القلب. جعلته يصر على أسنانه من الحقد. أجاب: سأتحدث عن ذلك لاحقا. تطايرت الصخور في كل مكان ودوى صوت عال. اتضح أن تيست قد قفز رافعا سيفه وهو يصرخ: سأمزق فمك إربا. كان السيف يتحرك ببطء نحو الرأس، لكن داميان ظل هادئا ينظر إلى الأعلى بصمة وازدراء. بسرعة البرق تفادى داميان طعنة السيف الموجهة إليه.
هبط تيست بأمان ولوح بسيفه بعنف نحو داميان، مما أجبره على المراوغة بجنون. كمحلل، كفارس متدرب، هو جيد جدا، حركاته متهورة، لكن هجماته حادة. امتلأت عيناه بالكراهية وهو ينقض مباشرة على داميان. استمر داميان في تفادي هجوم تلو الآخر لبعض الوقت. تراجع داميان خطوة إلى الوراء وهو يفكر: أنا أصل إلى حد الأقصى، لا يمكنني التحرك كثيرا بهذا الجسد، يجب أن أركز على تقوية قدرتي على التحمل أولا. عند رؤية ذلك صرت يست على أسنانه: ولعن أيها الوغد، دعنا نرى ما إذا كان بإمكانك تفادي هذا. رفع يده مطلقا قوة لا تصدق. واجهه داميان في تلك اللحظة، حيث اندفع طرف السيف الحاد المتوهج مباشرة نحوه. أغلق عينيه متذكرا وهو يقول لنفسه: إذن علي أن أرد بمهارة تضاهيها. أي نوع من الوحوش هذا الرجل؟ إذا قتلت البشرية جمعاء فلن تبقى أي متعة في هذا العالم. إنه القاتل الأسطوري، سيد سيف القتل، قاتل الظل، لذا أخرس وأغرب من هنا إذا كنت لا تريد أن تموت. رفع سيفه بشموخ ثم ضحك ببرود وقال: إذا ما زلت لا تفهم، يبدو أنه سيتعين علي قتل شخص آخر. بما أنك تريد الموت، سأريك تقنيتي السرية. بالنسبة لي معظم جسم الإنسان ما هو إلا ماء، بمجرد أن تصل إلى هذا المستوى يخترق السيف اللحم مباشرة. كان يجب أن تهرب عندما منحتك الفرصة. أدرك فجأة شيئا ما واستدار مرعوبا من المشهد الذي أمامه. تلعثم قائلا: لكنني قطعتك إلى نصفين بالفعل. كيف هذا ممكن؟ لا تقل لأنك خالد. لقد أصبح في مرمى الهدف. لمع على وجهي خوف وحشي لم يسبق له مثيل. بحركة بسيطة قطع بلطف نصف جسد تيد. صرخ فجأة: ماذا؟ كيف استخدمت تقنيتي السرية؟ ازدادت الضحكة شرا. فجأة بدأ شعور مؤلم بالظهور. راقب داميان بصمت وهو ينهار متصلبا على الأرض. بينما كان الدم يتدفق بغزارة، أصبحت نظرة داميان أكثر حدة. لطالما فكر بهذه الطريقة. لم يكن أعدائي يعرفون قط ما الذي قتلهم. بعد أن أصبحت فارس الموت، اكتسبت قدرة مذهلة على امتصاص مهارات وقوة أعدائي وتحويلها إلى قوتي الخاصة. دوى صراخ من الخوف. لقد كان أندرسون. نظر إليه بعينين مليئتين بالخوف وقد اتسعت حدقته والعرق يتصبب منه كالمطر. ركض أندرسون نحو المكان الذي يقف فيه داميان. انحنى مرارا وتكرارا قائلا: أرجوك سامحني على سخريتي منك يا لورد هازن العظيم. ثم قدم صندوقا مليئا بكنوز لا حصر لها، وهو ما يعرف بتعويض عن الأضرار. سأل: هل هذا كاف لمغفرة خطئي؟ ثم أدار رأسه لينظر خلفه. فكر للحظة. أريده فقط أن يعتذر، لكن يبدو أنه علي قبول هذا التعويض. ثم قال: إنه ليس كافيا تماما، لكنني سأقبله في الوقت الحالي. وعندما رأى ظلا يتربص خارج الباب، أدار داميان رأسه وصرخ: ماذا تفعل هناك؟ أخرج بسرعة ونظف المكان يا فيكتور. أطل فيكتور برأسه وهو يرد متلعثما: نعم سيدي الشاب. نظر فيكتور إليه بحذر مفكرا: لو لم أرى ذلك بأم عيني لما صدقت. متى تعلم فن المبارزة؟ انحنت مجموعة أندرسون باحترام وتمنت للورد رحلة آمنة. نظر فيكتور إلى داميان والضحك قائلا: لم أرى كل هذا المال في حياتي قط. بينما صر أندرسون على أسنانه حقدا وهو يتوعد في سره: سأجد طريقة لاستعادة ذلك المال منكم أيها الأوغاد. سأتحدث إلى الزعيم الكبير لمنظمة الثعبان الأسود. أوه صحيح، ما إن انتهت كلماته. مرت ضربة سيف خاطفة بجانب إحدى أذنيه. هذه تسمى تقنية سيف القتل السرية. نفض داميان سيفه بخفة وقال بهدوء: المال جعلني أنسى العقاب. أمسك أندرسون بأذنه المقطوعة بكلتا يديه وهو يئن من الألم. أذني. أظلم وجهه بالازدراء وهو ينظر إليه وقال: أبلغ الثعبان الأسود أنه إذا تجرأ على لمس شعر واحدة من عائلتي
فلن أسامحه أبدا. أمسك أندرسون بمكان الجرح وهو يرتجف ويلعن في صمت. أيها الوغد، لن أترك هذا يمر. لم يعد يهتم بما حوله. غادر الاثنان بهدوء. بينما فكر داميان في نفسه، أعلم جيدا أن هذا لن يمحو خطايا الماضي. لكن في هذه الحياة الجديدة لن أخيب أمل عائلتي مرة أخرى. هيا نعد إلى المنزل يا فيكتور. أجاب على الفور أمرك سيدي الشاب. وبدأت السماء تكتسي باللون الذهبي تدريجيا. في إقليم ليانغ بلوم كان هناك شخص يتحسس وجهه معجبا بنفسه في المرآة ويقول: يا عزيزتي، هل سمعت هذا من قبل؟ الحب يخلف الألم دائما. استلقت بكسل على الكرسي وسألت: عن أي هراء تتحدث؟ بهذا الوجه الجاد، هل أنت على وشك الذهاب إلى معركة ما؟ ضحك بخفة وأجاب: لا، أنا أبحث عن الحب في مقر إقامة الماركيز هازن. في هذه الأثناء كان داميان يتثاءب بنعاس وهو يمشي. مر وقت طويل منذ أن نمت نوما هانئا هكذا. تبعه فيكتور من الخلف قائلا بهدوء: أنا أغار منك حقا. كنت قلقا جدا بشأن ما حدث بالأمس لدرجة أنني لم أذق طعم النوم. أيد تتطاير وأرجل تبتر. اعتبر داميان كلماته هراء وأجاب بهدوء: ألم تتم تسوية كل شيء؟ صحيح أن الأمور خرجت عن السيطرة قليلا، لكننا حصلنا على مكافأة كبيرة، والأهم من ذلك ستنتشر شائعة بسرعة مفادها أن شخصا ما استفز الابن الأكبر للماركيز هازن وتم سحقه. وعندما يحدث ذلك لن يجرؤ أحد على الاستهانة بعائلتنا مرة أخرى. ليس هذا فحسب، بل إن نظرة الناس للابن عديم الفائدة للماركيز ستتغير قليلا أيضا. راقب فيكتور تصرف داميان المتعجرف، ولم يستطع إلا أن يقلق مفكرا: لم أكن أعرف من قبل. لكنه يبدو أنه أدرك حقيقته الآن، ثم عبر عن رأيه بلطف: كل شيء يبدو جيدا، لكن ما يقلقني هو منظمة الثعبان الأسود. فأنت لم تكتف بضرب رجاله، بل اشتبكت أيضا مع مبارزين حقيقيين استأجرهم. عند سماع ذلك استدار داميان ليطمئنه قائلا: مهما بلغت جرأتهم فلن يجرؤوا على المساس بالنبلاء، وإذا فعلوا سأوقفهم عند حدهم. لا تقلق، أجاب فيكتور على الفور. أمرك سيدي. في الحقيقة حتى أنا أرى أن مهارتك في المبارزة ليست هينة يا سيدي الشاب. منذ متى وأنت تعرف كيفية اتخاذ وضعية السيف؟ أدار داميان وجهه ليتجنب شكوك فيكتور وأجاب بشكل مراوغ: ذلك. أتدرب بشكل عشوائي في وقت فراغي. فجأة سمع صراخ عال من بعيد نادي: داميان! جذبت تلك الصرخة انتباهه على الفور، وعندما استدار رأى داميان شخصا طويل القامة ذا بنية عضلية يركض بأقصى سرعة نحوه. لقد كان والده المحبوب الذي صرخ بغضب: أيها الوغد الصغير، أين كنت طوال الأمس؟ لا تقل لي أنك أثرت المتاعب مجددا. نادت والدته على الفور: عزيزي، تجمد داميان في مكانه ولم يجرؤ على الحركة بسبب غضب والدي. رد داميان بهدوء: لا تقلقوا، كما قلت لقد عالجت بالفعل كل شيء تسببت به. ثم التفت بفخر إلى فيكتور وقال: فيكتور، أره العملات الذهبية البراقة التي تساقط على الفور من الكيس. أصيب والده ووالدته بالذهول من بريق الذهب المبهر. كما قدم فيكتور ورقة وأعلن بجدية: هذا هو عقد الأرض. ثم أوضح داميان بهدوء: لقد ذهبت إلى الحانة التي طردت منها لتوضيح سوء الفهم، واكتشفت أن الحسابات كانت خاطئة، وقد أعطاني صاحب الحانة هذا التعويض كاعتذار. عند سماع ذلك كادت والدته أن يغمى عليها من شدة الفرح. بهذا المبلغ يمكننا أخيرا دفع الأجور المتأخرة. لم يستطع والده بول التصديق وسأل على الفور: هل هذا حقيقي؟ هل يمكنني أن أثق بك؟ أجاب داميان ببساطة: بالطبع. أضافت والدته: يا عزيزي، لا بد أنه حقيقي، وإلا كيف سيحصل الفتى على هذا المال؟ نظر داميان إلى فيكتور وتابع: لقد كان فيكتور برفقتي. ثم غمز الفيكتور:
أنا أقول الحقيقة، أليس كذلك يا فيكتور؟ حك فيكتور رأسه وتلعثم. نعم نعم أجل. واصل داميان: هل تصدقني الآن يا أبي؟ فاكتفى والده بالهمهمة كرد. في هذه الأثناء كانت والدته متأثرة لدرجة أنها لم تستطع تمالك نفسها، وقالت: إذن الأمر حقيقي يا عزيزي. ابتسمت بحنان لداميان وقالت: أنا فخورة بك يا داميان. من الجانب الآخر للغرفة كان فيكتور ينظر إلى داميان مفكرا: سيدي الشاب، لقد أصبحت كاذبا محترفا، أليس كذلك؟ في يوم مشرق ومشمس كانت تسمع أنفاس لاهثة بشكل متكرر. كان داميان يركض بهستيرية وهو يلهث بشدة ويبدو عليه الإرهاق التام، لكن عينيه كانتا لا تزالان تتقدان بتصميم شرس وإصرار على عدم الاستسلام. ثم بدأ وجهه يظهر عليه تدريجيا مزيج من المفاجأة والقلق. على الرغم من أنني لم أتحرك كثيرا، إلا أن أنفاسي تقطعت بالفعل. جسدي بطيء وضعيف جدا، لدي الكثير لأقوم به، لكن لا يمكنني فعل أي شيء بهذه الحالة. لمس داميان جيبه بخفة وكأنه يبحث عن شيء، لكن الحمد لله ما زال هذا بحوزتي. ثم أخرج غرضا حادا يتوهج باللون الأرجواني. ما هذا؟ إنه نوع من الأدوية التي صنعت في أكاديمية الخيمياء لزيادة القدرة على التحمل والطاقة. أكاديمية الخيمياء هي أكثر من مجرد جماعة خيمياء متخصصة في تركيب الأدوية. فكر في نفسي، أتذكر الآن، كانت أدويتهم تباع بأسعار تضاهي الأحجار الكريمة. أنا محظوظ حقا. ارتسمت ابتسامة على زاوية فمه. أخذ داميان نفسا عميقا وشد عضلات ذراعه وتعجب في صمت من قوته. إذا أردت أن أصبح أقوى بسرعة، علي أن أبني قدرتي على التحمل أولا. يجب أن أعود إلى مستواي السابق كما كنت في حياتي الماضية. بعد بضع سنوات من الآن سيظهر ذلك المخلوق الخالد اللعين في هذا العالم. سر داميان على أسنانه غضبا قبل تلك اللحظة. يجب أن أمتلك القوة الكافية لقتله. عندها فقط سأتمكن من حماية سعادة عائلتي. تنهد داميان بعمق. عزم على المضي قدما دون توقف. هذه المرة سأقتلك حتما يا دوغو. في ليلة هادئة ومتأخرة، عندما أشرق البدر فوق لأن ووكر في قاعدة الثعبان الأسود، كان رجل سمين يقضم ساق دجاجة وقال بازدراء: لقد أصبح عديم الفائدة الآن. كان أقوى شخص استأجرناه، يا له من عار. سأل أحد المرؤوسين: ماذا علينا أن نفعل يا زعيم؟ هل نعالجه؟ ظهر وجه الرجل السمين وهو يجيب دون أي تعاطف: فقد تخلص منه. وكان ذلك الرجل هو سيدريك ووكر، قائد القناع الأسود. تلعثم التابع قائلا: هل هذا جيد؟ فتنحنح الرجل وتردد: فقط أرموا في أي مكان لم يعد له فائدة. بالمال الكافي يمكنك شراء أي شخص. دواء صوت ما. لقد وصلت الأمور إلى هذا الحد. كافح تيست للوقوف بجرأة وهو يسخر: لا يزال لدى تيست القوة للوقوف. ما رأيك بهذا؟ سأعالجك وربما أوظفك مرة أخرى. ارتجفت يد تيست وهو يمسك بسيفه. صرخ بغضب: مت أيها الوغد. وهبت الرياح بقوة، لكن فجأة أعاق شيء ما قدمه، ثم زحف ببطء على يده، مما جعل تيست يصرخ من الخوف. حسنا، ما هذا؟ نادى صوت ما. هل يمكن أن يكون قائد القناع الأسود هو الهدف؟ أجاب الجوكر على الفور دون تردد: بالطبع إنه ضمن عقدنا. دعنا نرى ما يمكنك فعله. كافح تيست وصرخ: أيها الوغد، دعني وشأني. بدأ الرجل الملتحي في ترديد تعويذة زي هيد إن أوي. ظهر وحش في كل مكان وجها لوجه، مما جعل تيست يكافح ويتلعثم. ما هذا بحق الجحيم؟ كانت أسنانه ناصعة البياض مع تناثر لعابه في كل مكان. شحب وجه تيست وتوسل قائلا: أرجوك ارحمني. بدأ ذلك الفم الصغير يتسع، مصحوبا بشهية لا يمكن السيطرة عليها. بعد أقل من 5 دقائق
كانت ليست بالكامل داخل معدة الوحش الفارغة، وترددت صرخاته المؤلمة في أنحاء الغرفة. في النهاية لم يسقط من الوحش سوى ساق واحدة له. شاهد الجوكر الحدث بأكمله وهو يغطي فمه ويهتف مقرف. سأله الرجل ذو الرداء الأسود بجانبه: هل أنت راض الآن؟ فأمسك أنفه واتجهم وهو يجيب: نعم. لكن كن أكثر نظافة في المرة القادمة. حنى الرجل رأسه باحترام وقال: مفهوم. إذن ما هو العقد التالي؟ مسح الرجل لحيته بهدوء وأجاب: لهذا السبب اتصلت بك. لقد أضر شخص ما بمنظمتي، لكنه نبيل والتعامل معه مباشرة سيكون صعبا. قال الآخر: لا تقلق. ضحك الرجل بشر بينما أظلمت تعابير وجهه وقال: فقط أجعله يعاني بطريقة مختلفة. كلما سببت له ألما أكثر حصلت على مال أكثر. بعد أن قال ذلك أخرج كيسا من المال وسلمه له قائلا: هذه دفعتك المقدمة. حن رأسه بصدق ليقبل الكيس وأجاب: شكرا لك سيدي، فقط أترك الأمر لي. أشرق وجهه بالطموح. كانت تسمع أنفاس ثقيلة باستمرار. اتضح أن داميان كان يحاول جاهدا رفع الأثقال. سقط كيس الملاكمة بقوة على الأرض، محدثا ضوضاء ومثيرا الغبار في كل مكان. لمس داميان عضلاته. فكر معجبا في صمت. المكملات الغذائية تعمل بشكل جيد حقا. خلال الأيام القليلة الماضية تحسنت قدرتي على التحمل بشكل كبير. لكن الأمر غريب بعض الشيء أيضا. لم يحدث شيء خلال الأيام الماضية. اعتقدت أن ذلك الرجل العجوز ذو الرداء الأسود سيأتي للبحث عني. في نفس الوقت كان هناك طائران يغردان فوقه، مما جذب انتباه داميان وجعله ينظر إلى الأعلى. وبعد أقل من 5 ثوان سقط الطائران مباشرة في الشجيرات القريبة، تماما كما ظننت. تلك الثعابين السوداء اللعينة مدت يده القوية وأمسك بالشخص المختبئ في الشجيرات بقوة. اتسعت عيناه فجأة وقال: آبل، هذا أنت. كان وجه الصبي متجهما. ناداه وهو يرتجف: أخي داميان. أفلت داميان قبضته مما جعل آبل يسقط على الأرض. هذا آبل، شقيق هايزن الأصغر. فرك رقبته بهدوء وقال: لقد غبت لبعض الوقت. وأضاف: لقد أصبحت أقوى بكثير، أليس كذلك؟ قال آبل: ظننت أنك ستكسر عنقي. فتخيل داميان تلك الجثة مقطوعة الرأس، ولم يستطع إلا أن يشعر بالخوف. مد يده بلطف وقال: أنا آسف، لم أقصد ذلك. نظر آبل إلى يده الممدودة بخوف وقال: لم آتي إلى هنا لأسمع اعتذارك. أخبرني أبي أن صاحب الحانة أعتذر لك، لكني سمعت أنه كان هناك شجار وأصيب الكثير من الناس. مستحيل أن تكون أنت من فعل ذلك. هل ما زلت تخطط للكذب على العائلة؟ سأله آبل بجدية وهو يرفع نظارته. فأجاب داميان بهدوء: لا، هذا صحيح. لقد فعلت ذلك بنفسي. عند سماع ذلك جن جنون آبل وواجهه بلا هوادة. أنت لا تعرف حتى كيف تقاتل. هل استأجرت أحدا؟ لا تكذب علي. قد تخدع الآخرين، لكنك لن تخدعني أبدا. أشار بحدة إلى وجه داميان وصرخ: على أي حال لا تفعل أي شيء يضر بسمعة عائلتنا بعد الآن، هل تفهم؟ لقد اضطرت العائلة بأكملها لتنظيف الفوضى التي سببتها. ربت داميان بلطف على رأس آبل لواسيه قائلا: نعم، لقد كنت دائما دقيقا هكذا، وتتمنى دائما الأفضل لعائلتنا. وبينما كان داميان يربت على رأسه، ظل آبل يكافح ليبتعد، وتساءل: ماذا تفعل؟ لماذا يداك قاسيتان هكذا؟ فضحك داميان بهدوء وأجاب: لا تقلق، لا تقلق، لن تكون هناك أي مشاكل أخرى الآن. من بعيد نادى صوت فجأة: أيها السادة الصغار. استداروا كلاهما بسرعة، ورأيا فيكتور يركض على عجل لإيصال. أخبار سيئة، هناك أخبار سيئة. صدموا كلاهما للحظة قبل الاقتراب من الباب الأمامي. دفع داميان الباب بسرعة. تلاطمت باولا.
داميان يا بني، سمع الصوت مفاجئ. دونغ هنا. نعم. جلس ويلي بلوم بشكل مريح على الكرسي وابتسم قائلا: لقد أخبرت الوريث لتو عما حدث في قاعة المآدب الأخيرة. آسف على الظهور المفاجئ، لم أستطع فعل الكثير لأن والدي اكتشف الأمر بالفعل. نظر إليه داميان بنظرة متأملة وظل يلعن في ذهنه: اللعنة. على الرغم من أنني لا أتذكر بوضوح، يبدو أنني فعلت شيئا خاطئا له، أليس كذلك؟ فكر بهدوء. قال السيد بلوم بنظرة شريرة: أنت تتذكر كل ما حدث، أليس كذلك؟ ماذا قلت عندما تخيلت ذلك؟ لم أقصد ذلك، قال داميان. آسف إذا كنت قد أهنتك، سأل داميان بغضب. ماذا؟ لم تقصد ذلك. أنت لم تهني فقط، بل أهنت شرف أختي أيضا. كيف يمكنك ألا تقصد ذلك؟ أجاب بلا مبالاة: أنت ثمل قليلا، لم أقل أي شيء. ويلي. انحنى السيد بلوم بالقرب من أذن داميان وهمس بشيء جعله يهتف: ماذا؟ ابتسم ويلي: بشر واستمر. إذا ماذا لو قلت ذلك حقا أيها الأحمق؟ ما كان يجب أن أقع في فخ استفزازه. لكم داميان بقوة في وجهه مما أطاح به أرضا، تناثر الدم في كل مكان من أنفه. بالعودة إلى الحاضر، نظري إليه هو يلي بغطرسه، فكر داميان في نفسه. كان من الغريب أن شخصا على وشك أن يصبح فارسا قد هزم على يده، وتساءل عما يريده الآخر. ارتفعت زاوية فم إروين لي. ارتفعت زاوية فم السيد بلوم بابتسامة ساخرة. إذا ماذا يجب أن نفعل الآن؟ قد يبدو الأمر محرجا بعض الشيء، لكنني كنت دائما معجبا بالآنسة لويس. سأل باولا بحدة: ماذا تقصد يا إروين لي؟ أجاب السيد بلوم بهدوء: أرجوكم وافقوا على الزواج بيني وبين لويس. صدم كل من في الغرفة، اتسعت أعينهم من المفاجأة. عبس داميان مفكرا إنه يفعل هذا مرة أخرى في حياتي السابقة، فعل الشيء نفسه، مستغلا وضع عائلتي غير المستقر لتحقيق مكاسب. استمر السيد بلوم قائلا: إذا فعلنا هذا سيكون الأمر مجرد مسألة عائلية بسيطة، ويمكننا التظاهر بأن شيئا لم يحدث في مواجهة تلك الكلمات. حنى باولا رأسه ورفض قائلا: لا يمكننا فعل ذلك. عند سماع الرفض عبس السيد بلوم بغضب. أوضح باولا بلطف: لويس لديها خطيب بالفعل. فخفض ويلي رأسه وقال بمبرة عتاب: وماذا عن الإهانة التي تحملتها؟ هل تستطيع عائلة هايزن حقا مواجهة غضب عشيرتي بمفردها؟ أظلم وجهه وهو يفرض عليهم خيارا: إما أن تدفعوا ثمن إهانتي أو تزوجوني لويس. فكر باولو في صمت. ليون. عائلة بلوم هي واحدة من أنبل العائلات في المملكة، لكن لا يمكنني أن أترك هذا المنحرف سيء السمعة يأخذ ابنتي. دوى صوت حازم: حسنا. دخلت لويس، ولمفاجأة الجميع قالت بحذر: أنا أقبل. سألت باولا بغضب: لويس، ماذا تقصدين؟ انتظري، سنجد طريقة أخرى. سأل آبل أيضا بجنون: بالضبط. لماذا يجب عليك أن تكفري عن أخطائه؟ أتى صوت من الخلف. ابتسمت أختهم وقالت: لا بأس، سأفعل ذلك. فكر داميان: مرة أخرى هي مضطرة لفعل هذا بسببي. ارتفعت زاوية فم السيد واللي بلوم فجأة بابتسامة منتصرة وقال: هذا صحيح آنسة لويس، أنت حكيمة حقا. سأرسل لك قريبا عرض زواج رسمي، وسنناقش الأمر أكثر لاحقا. نظروا إليه داميان ببرود وهو يخطو نحوه. داميان، هل لديك ما تقوله أم يجب أن أناديك يا صهري الآن؟ ظل داميان يلعن في ذهنه: هذا الوغد السخيف. لقد دمرت حياة أختي مرة، والآن تنوي فعل ذلك مرة أخرى. نادته أخته بحذر من الخلف: داميان. لكن السيد ويلي بلوم استمر في استفزازه: ماذا؟ لا أستطيع سماع أي شيء. قبل أن يكمل تلقى لكمة مباشرة تحت ذقني. قال داميان لنفسه: ما كان يجب أن أقع في خدعتي من أجل أختي وعائلتي، لكنني لا أستطيع.
صرخ بغضب: لا يا ابن العاهرة. في ذكريات عائلة ميا ظهرت صورة له وهو يركض بشكل أسرع. في ذلك الوقت أبلغته الخادمة: سيدي الشاب، عربة الآنسة لويس والسيد إروين قد وصلت. تدخل كبير الخدم القريب قائلا: لقد مر وقت طويل منذ آخر زيارة لهما إلى هنا. عندما علم بالخبر كان داميان متحمسا للغاية وأسرع إلى مكان أخته دون تردد مفكرا: أختي، كم من الوقت مضى. فتح الباب بسرعة ونادى أخته بسعادة وقلبه يغمره الفرح: لقد اشتقت إليك كثيرا. لكن قبل أن يكمل جملته اتسعت حدقة عينيه فجأة وكأنه رأى شيئا مريعا، لأنه كان يشهد أخته تمسك من شعرها بينما كان إروين يصرخ ويشتم: أنت لا تتوقفين عن التذمر، لذا أحضرتك إلى المنزل. ولكن ماذا الآن؟ في تلك اللحظة لم يكن إروين يعلم بوجوده هنا بعد. كان يشد شعرها مسببا للويس ألما شديدا ويهددها قائلا: لقد تم بيعك لي من عائلة فاسدة، ورغم ذلك تتجرئين على القول بأنك ستتركينني. ثم ألقى بلويس على الأرض وتفوه بكلمات زائفة: حبيبتي لويس. وفي مواجهة لويس المرتعشة ابتسم ابتسامة وحشية وهو يرتدي قفازاته وقال: سأقوم بتأديبك بشكل صحيح حتى لا تقولي ذلك مرة أخرى. وفي لحظة تحولت يداه إلى قبضتين، ثم انهالت اللكمات المتواصلة على جسد لويس أمام عين داميان. الآن لم يستطع داميان سوى الوقوف مصدوما. خلف الباب انهار داميان وألقى باللوم على نفسه: إنه خطئي أن لويس أجبرت على الزواج. فجأة اشتعلت الكراهية في داخله تجاه اسم إروين. ليون وبلوم. ارتجف جسده بشكل لا يمكن السيطرة عليه بعزيمة شرسة. ذلك الوغد لن أسامحه أبدا. بالعودة إلى الواقع، رفع داميان قبضته غاضبا قائلا: حظك سيء أيها الوغد. على الأرض كان إروين الذي تلقى للتولكمة طائرا بسببه. مستشعرين شيئا غير عادي، أسرع حارسان شخصيان بالدخول وهما يصرخان بصوت عال: ما هذه الضجة؟ ثم عند رؤية إروين ملقى على الأرض صدموا وصرخوا: السيدان الشابان. وجهوا سيوفهم على الفور نحو داميان وسألوا: هل ضربت سيدنا الشاب؟ عند رؤيتهم حلل داميان الموقف بصمت. إنهما حارسا إروين الشخصيان. تلقى داميان السؤال من الحارسين لكنه لم يجب بل ابتسم سرا. فجأة نهض إروين زاحفا من على الأرض قائلا بغضب: كيف تجرؤ؟ وأمسك بسيف وهو يتذمر: لقد ضربتني ليس مرة واحدة بل مرتين. عند رؤيته يفقد أعصابه: أصيب والدا داميان بالذعر. وقف إروين رافعا سيفه وصوته قريب وأكد: لا بد أنك تريد الموت بشدة يا صهري. وفاء بواجبهما اندفع الحارسان الشخصيان إلى الأمام قائلين بالتناوب: من فضلكما اهدئا أيها السيدان الشابان. وأضاف الآخر: هذا صحيح، الكثير من الناس يشاهدون. لكن إروين رفض وصر على أسنانه وأمر: ابتعدا عن طريقي. كان غاضبا، لكن الحارس ذا الشعر الأحمر لم يلاحظ. وتصرف بسلطوية موبخا السيدين الشابين، وغدا عديم الاحترام كهذا. قبل أن يكمل لكمه إروين وأطاح به بعيدا مرة أخرى. أمر بغضب: ابتعدوا عني. شعرت لويس وآيبل بالخوف الشديد من غضب إروين. بعد أن تعامل مع حارسه الشخصي اقتحم إروين إلى الأمام مواجها داميان. أسأل مرة أخرى: هل تنوي حل هذا الموقف أم لا؟ عند رؤية هذا وقع قلب لويس في حالة من الذعر. لا، إروين لن يسامح داميان. فجأة تحدثت قائلة: أرجوك توقف. قبل أن تنهي كلامها اعترضت يد داميان طريقها مما فاجأها. استدار بثقة وطمأنها: لا بأس يا أختي لويس، سأتعامل مع الأمر بنفسي. في داخلي حثها بصمت: لا تضحي بنفسك من أجلي. وقف بين لويس وأروين وقال بجدية: دعنا نتقاتل. التحدي غير المتوقع أربك إروين أي قتال. لم يتردد داميان في وضع الشروط: إذا فزت بهذه المبارزة سأفعل ما تشاء، ولكن إذا فزت أنا انسى
كل ما حدث حتى هذه اللحظة كانت لويس لا تزال خائفة وتقف خلف داميان. دوى صوت إروين: لماذا يجب أن أفعل ذلك؟ هذه الشروط ليست في صالحي. على حد علمي الآنسة لويس وافقت بالفعل. عند سماع منطقي استفزه داميان بهدوء: لماذا تحرف الحقيقة؟ هل أنت خائف من الخسارة أمامي؟ مستفزا منه. فقد إروين السيطرة ولعن بصمت. ذلك الوغد المتغطرس تجرأ على التصرف وكأنه يستطيع هزيمتي بعد أن تلقيت ضربة منه وأنا غافل لم أردها له بعد. لكن هذا جيد، إنه مصمم. سأستغل هذا الأمر مباشرة. بعد ذلك ابتسم ابتسامة مرعبة وراضية وأعلن: سأستغل هذا لأجعلك عاجزا وآخذ أختك. لم يتردد وقبل قائلا: حسنا، أنا أقبل هذا التحدي. انتقل المشهد إلى ساحة تدريب فارغة. في هذا الوقت أمسكت ميلزم بقلق بيد زوجها وسألت: عزيزي، ألا يجب أن نوقفهما؟ متفهما لمشاعر زوجتي. حل البول بغضب. داميان قال ذلك بثقة كبيرة. لا بد أنه كان لديه خطة طوال الوقت، وإلا فلا يسعنا إلا أن نأمل في حدوث معجزة. عند سماع محادثتهما شعر آيبل باليأس بصمت: أبي، أنت مخطئ. لا تضع إيمانك في المعجزات. إروين، ليون وبلوم. صورة إروين وهو يريح سيفه على كتفه بتعبير واثق. ظهرت تدريجيا أمام أيبل. لا بد أن مهارته في استخدام السيف الآن في مستوى الفارس الرسمي. كيف يمكن لداميان أن يهزمه؟ تحدث إروين أولا: إذن هل نبدأ؟ كيف تنوي قتالي بدون سيف؟ أمامه قام داميان بإحماء يديه بهدوء وقال: لا تقلق. ثم أظهر الشوك في يده بثقة. هذه كافية. عند رؤية هذا صدم إروين للحظة. يبدو أن عائلته ليست في حال أفضل، حيث أظهروا عجزا واضحا. قال باولو بغضب: هذا الأحمق. حتى ميلزن كانت خائفة على ابنها. إروين واقفا في منتصف الميدان انفجر فجأة في ضحك مستفز. همم: يبدو أنك خائف حتى فقدت عقلك. بدأت المباراة. لوح إروين بسيفه واندفع نحو داميان معلنا: لن أتهاون معك. تماما. عندما كان سيف إروين على وشك طعن داميان تفاداه بسرعة. عند رؤية هذا جنون إروين كيف تفادى ذلك. فجأة أحكم قبضته على السيف وقال بحزم: إذا كان الأمر كذلك. ثم تم إطلاق ضربات سيف خطيرة. ظهر أسد خلف إروين يزأر بشراسة بالتزامن مع هجمات سيفه، ومع ذلك تفادى داميان هجماته بسهولة. بعد الهجوم ظهرت علامتان شبيهتان بالماء على الأرض، كما لو أن سيفين قد تصادما. تأثرت منطقة كاملة من الأرض بضربات السيف حول داميان. بدأ شيء ما يظهر خلف إروين. تساءل الحارس ذو الشعر الأحمر: كيف لم يصب بأذى؟ سأل شخص آخر أيضا: ما الذي يحدث؟ في هذه اللحظة كان مرتبكا للغاية. لقد تفادى كل الحركات الأساسية في غضب السيف. مستحيل. عند رؤية تعابيره شعر داميان بالفخر سرا: إنه متفاجئ الآن. بفضل تدريبي في الأيام الماضية قمت بتحليل مبارزة عائلة ليون وبلوم بشكل مثالي. ظهر فارس مرعب في ذهن داميان. قبل العودة قاتلت أخاه الأكبر وهو يراقب خصمه. حكم بصمت: أنت أضعف منه بكثير. فجأة شعر داميان بشيء غير عادي فارتاع. في هذه اللحظة فقد إروين السيطرة تماما. أنت تتفادى فقط لأنك محظوظ، لكن دعني أرى إن كان بإمكانك تفادي هذه. مع معرفته بحركاته حكم داميان بأن هذه كانت سريعة. هذه من الصعب تفاديها قليلا. ماذا الآن؟ انحنت قدم إروين إلى الأمام لاكتساب الزخم، وقفز على الفور أمام داميان. مع ذلك حافظ داميان على وجه هادئ وحلل الموقف. همم: في هذا الوضع من الأفضل استخدام المهارة القصوى للسيف المقدس. ثم اشتبكت قوتان عظيمتان. أثناء مشاهدة قتالهما شعر كل من آيبل ولويس بالدهشة. في هذه اللحظة تصدى دفاعا داميان لسيف إروين.
وبدا على إيروين عدم التصديق فصاح: ماذا؟ داميان يستخدم الدفاع لصد سيف إيروين. قام على الفور بصد سيف إيروين، وأطلق المهارة السرية 10,000 قطعة متدفقة تقلصت حدقة إيروين خوفا. الآن كان داميان يطعن بالشوكة مباشرة نحو إيروين وهو يفكر وداعا. بدت الشوكة على وشك أن تلمس رقبة إيروين. تسبب تصرف داميان في إصابة كل من لويس وآيبل بالذعر في نفس الوقت. لم يكن كل من باولو وميلزن استثناء. الحارس ذو الشعر الأحمر عند رؤية هذا أصيب بالذعر ونادى: السيدان الشابان! من المكان الذي اخترقته الشوكة في عنقه كان دم إيروين يتدفق ببطء. شعر بذلك فسقط على الأرض مرعوبا وصرخ بصوت عال. على الرغم من ذلك ضغط داميان على شفتيه ولام: حتى لو قتلت الآلاف غيرك فلن يعوض ذلك عما فعلت، ولكن من أجل سلامة العائلة سأسامحك هذه المرة. نظر إلى إيروين المرتجف على الأرض وتحدث داميان: ما رأيك؟ الفائز والخاسر واضحان. ليست هناك حاجة للنقاش بعد الآن، أليس كذلك؟ بعد سماع هذا أصبحت تعبيره أكثر ذعرا. تابع داميان الآن كما وعدت، وابتعدوا بحزم. يتغير المشهد إلى وجبة عائلة داميان. كان داميان أول من تحدث. شكرا على الوجبة. وقف وأعلن: أنا ذاهب إلى تدريب الصباح. راقب باولو بصمت شخصية داميان المنسحبة. عاد الصمت ليخيم على العائلة بأكملها. عند رؤيته لا يقول شيئا سألت ميلزن بقلق: عزيزي، ألن تسأل داميان عما حدث بالأمس؟ تماما عندما كان باولو على وشك الإجابة قاطع صوته آيبل: ما زلت لا أصدق أن أخي الأكبر الذي كان ضعيفا جدا في يوم من الأيام أصبح فجأة قويا بما يكفي بين عشية وضحاها ليهزم إيروين ليون وبلوم بسهولة. يبدو الأمر كأنه تحول إلى شخص مختلف تماما بين عشية وضحاها. متفهمة مزاجه همست ميلزن لزوجها: آيبل يبدو مصدوما، يجب أن تسأل عن ذلك. قبل أن تنهي كلامها قاطعها باولو: توقفي، لا تجبري الفتى على الإجابة، عندما يحين الوقت سيتحدث. نظرت إليه ميلزن بصمت ثم نادت: عزيزي. قامت لويس بمواساة أخيها الصغير آيبل من الخلف: اهدأ يا باو، فكر في صمت، أنا فضولي أيضا، لكن شيئا ما يخبرني ألا أسأله عن ذلك. إنه ابني لكنه مخيف للغاية. في هذه الأثناء كان إيروين مشغولا بإعداد أكياس الرمل للتدريب على التحمل. قال لنفسه: حان وقت الخروج. وبمجرد أن نهض انطلق نداء. عند سماع ذلك رد داميان بسرعة: أختي لويس، تنفس الصعداء، لحسن الحظ أنك ما زلت هنا بعد أن غادرت. أثارت لويس بخجل مسألة الأمس. عند سماعه ذكرها للأمس تذكر داميان فجأة أنه يجب أن يعتذر. لا مشكلة، سأراك أولا. قالت لويس بصدق: أنا آسفة جدا، لقد تصرفت بتهور ووضعت الجميع في موقف صعب. تابع بجدية، كان يجب أن أعتذر لك على الفور بالأمس. الآن أعدك أن شيئا كهذا لن يحدث مرة أخرى أبدا. ردت لويس بسرعة: لا، الأمر لا يتعلق بذلك. فاجأه نفيها. نظرت إليه ووضعت يديها على كتفيه وابتسمت: شكرا لك. ثم أحنت رأسها وقالت: أتعلم. في ذلك الوقت كنت خائفة جدا. صحيح أنني قلت إنني سأتبع إيروين، لكن قلبي لم يكن يريد ذلك على الإطلاق. متفهما لمشاعرها. فكرة في صمت. إذن هذا ما كانت تفكر فيه دائما. تابعت لويس. لكن داميان. ظهرت صورة داميان وهو يقف بغضب أمام إيروين، مصحوبة بانعكاس لويس: لقد دافعت عنها. مشهد داميان وهو يقاتل إيروين بشجاعة جعلها تشعر بالذنب والارتياح في آن واحد. ثم صورة داميان وهو يقف مستعدا لحمايتها أثرت فيها بعمق. لهذا السبب قالت: أعطني هذا. ابتسمت بسعادة وقالت: شكرا لك. تفاجأ داميان جدا بتلقي شكرها. ابتسم وقال: في الواقع أنا من يجب أن يقول ذلك. ظهر الشقيقان بوضوح مع كلمات داميان: شكرا لك على كل شيء يا أختي. فجأة قال شقيقها شيئا غريبا فاجأ لويس:
لم يوضح داميان، أدار ظهره وقال لا شيء. أنا ذاهب الآن. فجأة نادت لويس: عليك أن تأخذ هذا يا داميان. استدار بفضول. هل كان هذا هو الشيء الذي يعتز به الرجل أكثر من غيره؟ لم تجب لويس، بل ابتسمت بإشراق وشرحت: أبي طلب مني أن أعطيك هذا، استخدمه للتدريب. سأل مرة أخرى: لي؟ أوضحت لويس أبي لا يجيد التعبير عن مشاعره، لكنه يهتم بك كثيرا. لقد طلب مني أيضا أن أخبرك بهذا. عبست لويس وحذرت: أنت تنحدر من عائلة نبيلة، لذا لا تستخدم هذه الكلمة العامية بدلا من كلمة سيف مرة أخرى. عند رؤية تعابير وجهها علق داميان: أستطيع أن أرى أبي في وجهها. نظر بإعجاب وسعادة إلى السيف في يده، شاعرا بالامتنان الشديد. شكرا لك يا أبي. ينتقل المشهد إلى باو. في هذه اللحظة كان ينظف سيفا عندما سعل فجأة. أبعد الفضول جانبا متسائلا من ذكر نيلتو. حل الليل وأظهرت الشاشة قصر داميان وهو يلفه الظلام. تثاءب الحارس بخفة. ذكره الشخص بجانبه على عجل: لا تتثاءب بعد الآن. قوة غريبة التفت حول ساق حارس البوابة. تشوشت أعينهما تدريجيا في ذهول وعجزا عن الرد في الوقت المناسب وسقطا. ثم فتحت بوابة منزل داميان وخرج شخص من تلك القوة المظلمة. كان يرتدي عباءة سوداء بالكامل وتحيط به طاقة الظلام. وقف أمام منزل داميان بينما ظهر ضوء أرجواني في الداخل يلامس المصابيح. ظهر شخص غامض في المنزل النظيف. في هذه اللحظة كان داميان لا يزال نائما بسلام في السرير. وضع الدخيل الشيطاني يده على وجه رب الأسرة ومر بهما بصمت، وتوقفوا أمام باب غرفة. في الداخل كانت لويس نائمة بعمق. نظروا إليها بنظرة صامتة ومخيفة. ظهر وجه إيغو الشهواني في الظلام. فتح فمه ليمدح: ليس سيئا، بدا وكأنه يمد يده ليلمسها. مفكرا: أتيت إلى هنا بأوامر من القناع الأسود، لكن لم أتوقع أن أكون محظوظا هكذا. فجأة سمع صوت من خلفه، وظهر شخص عند الباب. كان داميان. سأل بغضب: ماذا تفعل؟ اتسعت حدقة عيني الرجل ذي العباءة السوداء من المفاجأة عندما شعر بوجود شخص يقف خلفه. طوال الوقت تحدث داميان بنبرة تحذيرية: ماذا تفعل؟ لقد أتيت لأنني شعرت بطاقة غريبة. يبدو أن هناك شخصا مشبوها هنا. صر الرجل المقنع على أسنانه في إحباط، مفكرا: كان يجب أن يكشف سحري عن جميع المتسللين، فلماذا لم يتأثر؟ لم أستطع حتى الإحساس بوجوده حتى اقترب. ما الذي يحدث؟ ما الذي يحدث؟ فكر بسرعة. ولمنع الأسوأ استدار على الفور ويده تتوهج وهو يجمع القوة. أطلق بحزم طاقة من راحة يده نحو داميان. تفادى داميان الهجوم بسرعة. عند رؤية داميان يتجنب ضربته. شتم بغضب: اللعنة، من أنت بالضبط؟ قبض داميان على مقبض سيفه بحذر وأجاب: أنا من يجب أن يسأل. هل تعلم أن هذا منزلي؟ بدا وكأنه أدرك شيئا ما وسأل: هل يمكن أن تكون داميان هاسون؟ متحدثا. وجه داميان سيفه نحوه: الآن أخبرني، من أنت وماذا فعلت بها؟ في تلك اللحظة جاء صوت عال من الخارج: ما كل هذه الضوضاء؟ عند سماع الصوت جفل والتفت لينظر نحو النافذة التي أتى منها الصوت، والتي كانت نافذة غرفة الآنسة الشابة. فكر بتوتر: ربما استيقظ الخدم بسبب الانفجار الأخير. وبمجرد أن خطرت هذه الفكرة بباله تم على الفور تغليف جسده بالكامل بمصدر طاقة. مجيء الكثير من الناس إلى هنا سيكون في غير صالحي، لا يوجد خيار آخر. عند رؤية هذا ذهل داميان الحظى. بينما كان داميان مشتتا انطلق الرجل من النافذة تاركا وراءه صرخة: داميان، توقف مكانك. أسرع داميان إلى النافذة، لكن الأوان كان قد فات، فقد هرب على عجل تاركا أثرا من الطاقة لم يتبدد بعد. حدق داميان في عدم تصديق وصاح: لقد هرب. في تلك اللحظة
لاحظ داميان شيئا عالقا بجانب النافذة. نظر بدهشة إلى الطاقة المتشبثة بإطار النافذة. كانت الطاقة سريعة جدا، وكان الفجر قد بدأ بالبزوغ. صاح صوت مذعور: هذا سيء. نظر 3 رجال إلى الحصان الميت في الإسطبل. كانوا يعصرون أيديهم قلقا. ماذا سنفعل؟ لقد مات الحصان النبيل. كيف سنشرح هذا للسيد؟ سيغضب بشدة. بالفعل كانت هذه كارثة. كان بصحة جيدة بالأمس فقط. لماذا حدث هذا فجأة؟ استمع الرجل ذو الشعر البني بينما تلعثم الرجل الآخر بعصبية: أنا لا أعرف ما حدث أيضا. أنا محبط. فجأة ظهر داميان خلفهما مما أفزعهما كليهما. لدي شعور سيء. سيد الشاب، هذا الأمر هو عند رؤيتهما مذعورين ربت على كتفيهما ليطمئنهما. لا داعي للذعر. لقد جئت فقط لأتأكد من شيء واحد. لن ألوم أحدا، فقط دعوني أستعير هذه الغرفة لبعض الوقت. نظر الرجلان إليه بذهول وأجابا: نعم سيدي. وضع داميان يده على الحصان النبيل الميت. شعر بطاقة الشخص الذي قابله الليلة الماضية داخل الحصان، مما جعله متوترا إلى حد ما. إذن أثر الطاقة الذي فقدته الليلة الماضية قادني إلى الإسطبل حيث مات حصان. لا شك أن هذه الطاقة الغاضبة تعود لمستخدم مانا ممارس للسحر. هذا يعني أنه ساحر ظلام. تذكر عندما ألقى نظرة على غرفة والديه الليلة الماضية. يبدو أن عائلتي لا تزال لا تعرف شيئا عن هذا. لا داعي لإقلاقهم بشأن ذلك. أدار رأسه نحو مصدر تلك الطاقة. لقد امتد مباشرة إلى الغابة باتجاه كهف. وقف آرت إيغو أمام عربة يضحك بفرح وينظر إلى الزجاجة في يده بفخر. قادة الرمال السوداء أو أيا كانوا أغبياء حقا. لقد جمع بالفعل كل الأشياء التي طلبتها. قلت إنها من أجل لعنة، لكن تلك كانت مجرد كذبة. مع هذه المواد لن ينقصني أي شيء. للتجارب في المستقبل القريب. فجأة تنهد بأسف. على أي حال قد انحدر مستواي حق. فكر في الأمر الآن. علي أن أقبل طلبات من أفضل المستويات فقط لأكسب بعض مصروف الجيب. لكن بالنظر إلى أن الكنيسة تطاردني، لا خيار سوى الاختباء لبعض الوقت. بينما أنهى حديثه بدت خطوات مقيتة. عند سماع الصوت جفل آرت إيغو واستدار. وقف داميان في الظل ساخرا: عجوز ما زلت تعيش وحيدا هكذا. ربما عليك فتح النافذة قليلا لبعض الهواء النقي. لم يكن قد تعرف على هويته بعد، لذا تلعثم أنت. من أنت؟ خرج داميان بثقة من الظل، مما جعله يدرك. أنت الابن الأكبر للفيكونت هاسين، الشخص الذي كان بالأمس. كيف وجدت هذا المكان؟ فأجاب بلا مبالاة: لقد تتبعت الرائحة الكريهة التي خلفتها وراءك. قال في حيرة: ماذا؟ على الرغم من أنني سمعت إشاعة بأنك أحمق بما يكفي لمواجهة الظل الأسود، يبدو أنك لست مجرد طفل متهور عادي في النهاية. تجاهل داميان كلماته وسأل: لحسن الحظ أنني ما زلت حذرا. أنت الشخص الذي استأجرته الأفعى السوداء، أليس كذلك؟ ابتسم آرت إيغو واعترف: نعم، يريدون مني أن أسبب أكبر قدر ممكن من الضرر لعائلتك. ابتسم داميان باحتقار مثير للشفقة: تقبل مثل هذه المهمة فقط لتموت بسببها. الآن انزعج آرت إيغو وقال: ماذا؟ فجأة ضحك بصوت عال ورفع يده إلى السماء لاستخدام الطاقة. أنت مثير للاهتمام حقا. إذا أمسكت بك وعذبتك ستكون حيوانا أليفا رائعا لتسليتي. قبض داميان على الفور على مقبض سيفه بإحكام وقال بجدية: سيء جدا، هذا لن يحدث. أتعلم. لقد وعدت نفسي في هذه الحياة أنني لن أقتل أي شخص إلا للضرورة القصوى. ومع ذلك هناك استثناء واحد. سحب سيفه بغضب ونظر إليه مباشرة، قائلا أن هذا الاستثناء هم سحرة الظلام القذرون أمثالك. عند سماع هذا شعر آت إيغو بالخوف للحظة. أنت تعرف ذلك أيضا. يبدو أنك لست مجرد أحمق عادي. فاستدعى على الفور عدة دوائر سحرية للهجوم.
إذا تركتك تهرب سأكون في ورطة، لذا مت. انطلق انفجار طاقة قوي نحو داميان، مما تسبب في العديد من الانفجارات. لم يكن خائفا، بل تفادى كل هجوم من هجمات إيغو الثمانية، وقلص المسافة بسرعة حتى أدرك إيغو أنهما على بعد مسافة قصيرة فقط. لقد ذهلوا وفكر إنه سريع جدا، لا وقت للتفكير. أرجح داميان سيفه للخلف ضاربا إيغو، فأن من الألم وبدأت عيناه تنقلبان للخلف. فجأة انفتحت عيناه على وسعهما، وتحولت قزحيتاه إلى اللون الأرجواني. لقد أنشطر جسده إلى نصفين بواسطة داميان، لكنه لم يفقد ابتسامته بعد. صدم داميان من هذا المشهد، كان جسده يجدد نفسه. هذه هي القدرة التي رأيتها في القصر، مقارنة بذلك العمل الرديء. هو أقوى مما كنت أعتقد. من جرح القطع نجح في إعادة تجميع وجهه، وضحك بصوت عال قائلا: إن ذلك الهجوم الأخير لم يكن شيئا بالنسبة لي. عبس داميان وظهر الغضب بوضوح في عينيه، ثم قال: إذن سأقطعك حتى لا تبقى منك قطعة واحدة. بعد أن قال ذلك لوح بسيفه على جسده المكون من الطاقة. راقب إيغو كل ضربة من ضربات سيفه، وأثنى عليه قائلا: يبدو أن سمعتك الأخيرة لم تأتي من فراغ. لكن فجأة شعر داميان أن يديه توقفتا عن الحركة. دوى صوت إيغو في تلك اللحظة قائلا: لقد وقعت في الفخ مباشرة، أنت ميت بالفعل. أدار داميان رأسه نحو الشيء الذي كان يلتف بإحكام حول ذراعه، وبمجرد أن نظر إلى الأمام مرة أخرى انفتحت أفواه لا حصر لها على وسعها، وانقضت عليه. لقد نصبت أفخاخا سحرية في كل مكان للتعامل مع مطاردة الكنيسة. نظر إلى الشيء الذي أمامه وهو يفكر: هذا أصبح خطيرا. تضخم وجه إيغو بالكامل بسبب طاقته، وابتسم بخبث قائلا: ستندم على تحدي عضو رفيع المستوى في جولان. سيتعفن جسدك بالكامل ويموت ببطء. اتسعت حدقة داميان بتوتر بينما ابتلعت طاقته من قبل قوة العدو. لقد ابتلعته الطاقة وكشفت عن رأسه فقط. ذلك الشيء التف حوله بإحكام وامتد إلى الخارج. لم يعد إيغو يبتسم بانتصار. ذلك الفتى المتغطرس قد قصر من عمره بنفسه. تذكر النظرة الشريرة للجوكر وهو يقول له: كلما زاد الضرر كبرت المكافأة، لذا فهذا مؤهل بالفعل. ضحك بفرح وصرخ: الآن لا أحد يستطيع إيقافي بعد الآن. حان الوقت لاصطياد المرأة التي رأيتها بالأمس. فجأة من الشرنقة التي صنعها تحدث داميان قائلا: لعنة التحلل. نظر إليه إيغو خائفا، غير قادر على تكوين جملة. أنت لم تتأثر؟ لم يجب داميان. مزق طاقة خافة ما كان عالقا به، وهذا جعل إيغو فضوليا وسأل: قل لي، كم تعرف عن السحر الأسود؟ أراهن أنك لا تعرف. خفض رأسه نحو الضوء المنبعث. لقد كان مذهولا حقا وبصراحة. أنا أيضا كنت كذلك. حدق داميان في راحة يده بينما ظهرت علامة: لماذا لا تزال هذه القوة بداخلي؟ في مكان آخر كان دوغ يؤدي طقسا على جرة أمامه، معلنا بصوت عال إن هذه هي القوة المعروفة أيضا بقوة إله. ثم التفت إلى شخص في البعيد قائلا: يا فارس الموت خاصتي، لقد منحتك أقوى جسد وغرست فيك أقوى سحر، لكني ما زلت غير راض. يجب أن تصبح سيف وتجسيدا لأعظم شر. أمتلكه دون تردد. قطع راحة يده بسكين صغير، ثم مد يده نحو من دعاه: فارس الموت، سأمنحك هذه القوة لأحولك إلى السلاح المطلق. ركز دوغو في انتظار الطاقة. انطلقت دفقة قوية من الطاقة من الجرة، ألقى التعويذة وأطلقها مباشرة على فارس الموت. صرخ دوغو بفخر: هذه هي القوة. شبك يديه وأحاطت الطاقة بالرجل الآخر الذي تأوه بإعجاب. يا لها من قوة مرعبة. اخترقت الطاقة التي استدعاها دوغو راحة يد فارس الموت، وسرت في جسده.
صرخ داميان محاولا امتصاص تلك القوة المرعبة. بعد ذلك أطلق جسده بالكامل موجة صادمة من الطاقة ملأت الغرفة، مما أجبر دوغو على حماية وجهه. أخيرا امتلكتها. انفتحت عينا فارس الموت على وسعهما، كاشفة عن إمكانات غامضة، وظهر ختم قوة إلهية بوضوح فوق رأسه. عبس داميان مفكرا: لا شك أن هذه هي قوة الجشع. إنها القوة التي امتلكتها يوما ما بصفتي فارس الموت. ظننت أنني فقدتها عندما قمت بإعادة الضبط، لكنها عادت الآن بعد أن ركزت مجددا. رأى داميان موجة من الطاقة تندفع نحوه، فركل كرة الطاقة بعيدا بسرعة. تحدث إيديغو فورا بعد رؤيته يتفادى الهجوم. الآن أجبني، كيف نجوت من لعنتي؟ فأجاب ببرود: حسنا، أليس لدى الجميع ورقة رابحة؟ سماع هذا جعل آرت إيغو يتجهم غضبا. تذكر داميان تعابيره المرعبة في وقت سابق وفكر: أوه، وذلك الرجل قال إنه عضو رفيع المستوى في جولان، أليس كذلك؟ لقد سمعت عن جولان، وهي منظمة متخصصة في الاغتيال باستخدام السحر الأسود. لا عجب أنه قوي جدا. تحولت تعابيره إلى قاتمة: ورقة رابحة. رؤية هذا جعلت داميان يشعر أن شيئا ما على وشك الحدوث. كان هناك شيء خاطئ. كلما طال هذا الأمر ازداد سوءا. يجب أن أنهي هذا بسرعة. أصدر سوارو فجأة ضوءا أزرق غريبا. خططت للاحتفاظ بهذه الحركة لمواجهة الكنيسة، لكن يبدو أنه يجب علي استخدامها الآن. نظر إليه بفضول. لديك ورقة رابحة أنت أيضا. أضاء السواري بقوة. كان آرت إيغو واثقا ومهيبا. في انفجار الطاقة من السوار ظهر وشم أسود غريب على جسده. ظهرت عروق سوداء على وجهه، وتحولت عيناه إلى اللون الأبيض بالكامل. نظر إليه داميان بذهول مفكرا: هذا كثير من مانا الظلام. لا بد أن ذلك السوار يخزن ويخفي المانا من داخل الطاقة. ظهر وجه شيطان متعدد الأعين: مهما كسرت سحري، لا يمكنك تحمل هذه القوة. أشار إلى داميان وصرخ: احترق ومت في الجحيم الأبدي. فتح وجه الشيطان، فمه على وسعه وانقض ليعضه تحت تأثير الطاقة. وقع انفجار ضخم حيث كان داميان يقف، وعندما انكشع الدخان والغبار لم يعد موجودا هناك. معتقدا أنه قضى على التهديد الذي يواجهه، ابتسم آت إيغو بانتصار. انتهى الأمر. لقد احترق بلهيب الجحيم. سيحترق إلى الأبد حتى بعد الموت. ثم تردد صدى صوت داميان: لقد أسأت فهم شيء ما بشكل خطير. فزع واصرخ في داخله من بين اللهب واصل داميان: قوة الجشع ليست لإخماد السحر. أظهر وجهه تعبيرا خطيرا، وظهر خلف اللهب المهاجم الذي أحاط به بشكل مفاجئ. سخر داميان بازدراء، بل امتصاص كل مانا الظلام الشريرة. فغرأت إيغو فاهه من الصدمة قوة الجشع. كيف يمكن لشخص مثلك أن يمتلك مثل هذه القوة المرعبة؟ اتخذ داميان وضعية قتالية، وجسده كله يشع طاقة سوداء حالكة. هذا لا يعنيك. فقط اعتبر أني أملك معدات أفضل. ثم صر على أسنانه بغضب، مفكرا: عندما تكون غاضبا حقا، عليك استخدام القوة الممنوحة من الشخص الذي تكرهه أكثر. ومع ذلك، لهزيمة العدو أمامه الآن، لم يكن لديه خيار سوى استخدام مهارة فارس الموت. أصيب آتي إيغو بالذعر مفكرا: هل هذه شفرة الهالة؟ إنها تقنية سيف. يقال إنها لا تستخدم إلا من قبل أولئك الذين وصلوا إلى مستوى سيد السيف. كيف يمكنه ذلك؟ انتظر. قبض داميان بقوة على مقبض السيف، ورفع يده الباردة واندفع بحدة نحوه. سيف قاطع الأرواح. وقف آت إيغو مذهولا وهو يراقب ضربة السيف كالبرق. انفصل الجزء العلوي من جسده عن النصف السفلي، وتشققت الأحجار في السقف وسقطت على الأرض. هبطت على هيئة قطعتين مع آت إيغو. اشتعلت عين داميان بطاقة قوية.
تشع من جسده، بينما سقطت الأحجار الضخمة وسحقت آت إيغو قبل أن يتمكن من النطق بكلمة، ضغطا داميان بطرف السيف الحاد على صدغي. إذا أخبرتني قبل أن تموت سأخفف من ألمك. أين مخبئي الأفعى السوداء؟ أسرعوا إلى مدينة ليناوكا التجارية. كانت عربة تندفع عبر جسر المدينة، وفي الداخل كان داميان يجلس صامتا يقرأ كتابا. سأله فيكتور الذي كان يرافقه بفضول: كيف حال السيد الشاب الآن؟ لماذا تصر على العودة إلى ليناوك؟ ابتسم بخفة وأجاب: خادم الأكثر ولاء. فيكتور، إذا كنت تريد حقا أن تتبعني أرجوك التزم الصمت. عند سماع هذا نظر إليه فيكتور بنظرة تقييمية: يبدو وجهك مرتاحا، لكن الوجه على الكتاب الذي تقرأه ليس كذلك. ما الذي تركز على قراءته؟ قبل أن ينهي كلامه أغلق داميان الكتاب. هذا نظر بحماس إلى الوجه على الكتاب وقدمه قائلا: هذا هو مجلد السحر الأسود المظلم الذي حصلت عليه للتو. ثم تذكر اللحظة التي قطع فيها رأس آت إيغو بعد قتل ذلك الساحر المظلم. عبس فيكتور وعقد ذراعيه وتصرف: قد أكون أحمق لا يجيد القراءة، لكني أعرف الكثير. مجلد السحر الأسود المظلم خطير للغاية ويصعب امتصاصه. فجأة شمشم لأنه شعر بشيء ما هذه الرائحة؟ منذ البداية وحتى الآن. توقفت العربة فجأة، مما أدهشهما كليهما. فتح الباب ونزل داميان بسرعة ومعه كيس تنبعث منه رائحة غريبة. لقد وصلنا. سلم الكيس الرطب إلى فيكتور الذي بدا مرتبكا. فيكتور، لدي شيء أريدك أن تفعله من أجلي. ما هذا؟ رأس بشري. صدم فيكتور وهو يمسك بالرأس دون أن ينطق بكلمة. بدا مرتبكا وكأنه لا يصدق عينيه وهو ينظر داخل الحقيبة، ثم قال: سيدي الشاب، اسمعني. حتى لو كنت أحمقا، هذه المزحة من هذا النوع. وقبل أن يكمل كلامه رأى العينين داخل الحقيبة تحدقان به مباشرة لبضع ثوان. صرخ فيكتور مرعوبا، ثم ألقى بالحقيبة بعيدا على عجل فالتقطها داميان بمهارة. وبينما كان فيكتور يلهث ويتلعثم صرخ سيدي الشاب، فأشار له بسرعة بالصمت لتهدئته. اهدأ، انظر، إنه يراقب. سأل فيكتور: ما هذا؟ مد داميان يده إلى جيبه وقال: سأشرح لاحقا. أولا، عليك أن تفعل بضعة أشياء من أجلي. ثم مد الرأس والكتاب أمام فيكتور. فقط أوصل هذين إلى المكان الذي أحدده حتى لا تحدث أي مشاكل. كان وجه فيكتور مزيجا من القلق والخوف وهو ينظر إليه مفكرا مشاكل. ثم أمام أحد الأبراج اقترب داميان منه قائلا: من السهل إيجاده حقا. سخر الرجلان عندما سمعا نبرته الساخرة: من أنت بحق الجحيم؟ نظر إليهما بوجه جاد وقدم نفسه: أنا داميان هيزن من منطقة هيزن الجوية. سخروا عند سماع ذلك. هيزن؟ وغد. يبدو اسمكم كصوت الخنازير. تروتر يبدو كالهراء. فجأة صرخ الرجل الذي يرتدي رقعة عين تغطي ضوء عينه الأخرى: انتظر، هذا الاسم يبدو كاسم القائد الذي ذكرناه من قبل. تحدث داميان بهدوء: إذا أنتم تعرفون من أنا بالفعل، ها؟ لدي عمل لأنجزه مع قائدكم، لذا تنحوا جانبا بهدوء. لم يهتم الرجل ذو رقعة العين وأشار خلفه: أوه نعم، اذهب مباشرة إلى الأمام. تفاجأ داميان قليلا من موقفه وسأل: ألست بحاجة لسماع السبب على الإطلاق؟ فجأة سحب الرجل بجانب صاحب رقعة العين مسدسا وقام بتلقيمه بهدوء، ثم أطلق طلقة إشارة في السماء راقبا داميان كل تحركاته في حيرة. فجأة ابتسم الرجل ذو رقعة العين باحتقار: هل تظن أننا سنقول لك ذلك؟ ما الذي فعلته للتو؟ في تلك اللحظة بدأ أناس يرتدون عباءات سوداء يطلون من أسطح المنازل، وبعضهم يندفع بسرعة عبر أزقة البيوت نحو الإشارة الحمراء. نظر داميان ببرود إلى ذلك الرجل الذي أجاب على سؤاله السابق: ماذا عساي أن أفعل غير ذلك؟ هذه هي الهدية التي أعدها قائدنا لك.
بسرعة كبيرة حوصر داميان من قبل هؤلاء الناس. رأى هذا وسخر قائلا: لا تندموا على هذا. في مكان آخر كان الرجل يستمتع بكل رشفة من شرابه، بينما كان باتيان جالسا هناك شبعانا ومخمورا يستمتع بأشهى المأكولات التي تطعمه إياها جميلتان بارتياح. شكرا لك زي الثري. أشعر بسعادة غامرة اليوم. أحمر وجه الروبوت خجلا بينما وضع زاي مون ماي كأسه وقال كأس آخر. رأى زاي دورية الاثنين سعيدين جدا وتحدث قائلا: يومان كهذا هو شرف لي. ضحك زاي باتيان بصوت عال: حقا؟ نعم أيها السادة، أنا ممتن أكثر لمجيئكم إلى هنا. فجأة نظر إلى الرجل وصرخ. تحدث زيدورية عن المواقع التجارية التي تمتلكها المنظمات التجارية الأخرى. أعتقد أن هاكسا يمكنها الاستيلاء عليها جميعا. تفاجأ الرجل عندما قال زيباتيان ذلك وصرخ: حقا؟ وضع الكأس من يده وتابع: نعم يمكن لهاكس السيطرة الكاملة على منطقة الضوء الأحمر. سأل زد ديريك بتشكك: إذا كان الأمر كذلك فهذا رائع، ولكن ماذا لو عارض الآخرون؟ ابتسم سيباستيان بمكر عند سماع هذا. أنا أملك القوة، هؤلاء الرجال ليسوا مشكلة. في تلك اللحظة قاطع الروبوت المخمور الحديث: آسف، أتمنى لو كان بإمكاني فعل شيء من أجلكم. أجاب الرجل بسرعة بالثناء: سيدي الروبوت، حمايتك للمدينة بنفسك هو أمر ثمين بالفعل. حراس الأمن في مدينة كبيرة مثل إنوك ليسوا بالأمر الهين. أعلم أنك متواضع، ولكن لا داعي لكل هذا التواضع. عند سماع الإطراء ضحك الروبوت بسعادة. هل هذا صحيح؟ بدأ كلاهما يضحكان من قلبيهما بارتياح. إذا حدث أي شيء فقط أخبرنا، سنساعدك قدر استطاعتنا في حدود قوتنا. أيها القائد، أنت رائع جدا. تناول كأسا آخر، قال أبشيخ، فأجاب بهدوء: شكرا جزيلا لك. ثم حاول الحفاظ على ابتسامة على وجهه، لكنه في الخفاء كان يحتقر هذين الاثنين. لم يكن يريد الانحناء لهذه القمامة بعد الآن. قريبا ستستولي هاكسا على هذه المدينة، وحينها سيكونون هم من ينحنون لي. فجأة اقتحم جندي الغرفة وهو يتلعثم بعصبية. سيدي، نظر إليه زي كوريك بانزعاج وتذمر: لدي ضيوف، ألا ترى؟ أعتذر بشدة، ولكن هناك أمر عاجل يجب إبلاغك به. عند سماع هذا خرج على الفور. ما هو؟ همس الجندي بخوف في أذنه، ثم صرخ بصوت عال، مما جعل الاثنين في الغرفة يتوقفان عن كل نشاط. صر داميان هايزنبرغ على أسنانه بغضب وهو يفكر في أرتيغو والورقة. هذه هي قائمة المكونات اللازمة للعنى. ذلك الساحر المظلم يخطط لشيء ما. لحسن الحظ أخبرت مرؤوسي في وقت سابق. كان قلقا، لكنه أشار للجندي قبل أن يدخل للداخل قائلا: أفهم، اذهب الآن. فرد الجندي: أمرك سيدي، ولكن هل من المقبول تركه هكذا؟ ما الذي يقلقك؟ داميان يبحث عن حتفه بنفسه هناك، لكنه فجأة ابتلع شيئا ما وألقى بالزجاجة بعيدا. بدأ جسده بالكامل يصدر طاقة قوية، ولم يتردد في الاندفاع نحو أولئك الذين يحيطون به. في بضع ضربات فقط تمزقت أجسادهم وتطايرت في كل مكان. الأمور لا تسير كما كنا نظن. في تلك اللحظة في المدينة كان الناس يتعجبون. بينما كانت تلك الشخصيات شاحبة الوجه تمر بجانبهم، كان الأشخاص ذوي العباءات السوداء يسيرون على مهل محاطين بقوة سحرية. بدو كذلك، لكن عيني القائد كانت تتحملان شيئا مرعبا للغاية. حسنا، إذا كنت مدينا لي بمعروف، فلماذا القلق؟ ألقى زيدابسيك نظرة على المشهد أمامه مذهولا. وقف على شرفة البرج ينظر إلى المشهد بالأسفل بقلب مثقل. لقد خرجت لأن لدي شعور سيء حيال شيء ما. الرجل الذي يتبع العربة أمسك برأسه ونحب بأسا. عند سفح البرج وقف رجل طويل القامة محاطا بجثث متناثرة في كل مكان. لم يستطع صاحب العربة إلا أن يسأل نفسه: كيف يمكن أن يحدث هذا؟ كان داميان يمسك بسيفه مبتسما بانتصار فوق خصمه الساقط. هذا جعل صاحب العربة مرتبكا. هل اهتم ذلك الفتى حقا بكل شيء بنفسه؟
ثم تأكد من الخادم بجانبه. ذلك الفتى قال إن اسمه داميان هايزن. هل هذا صحيح؟ أجاب الخادم بجانبه بعصبية. نعم سيدي، لقد قال ذلك حقا. في تلك اللحظة صدم سيدار. حقا كان يعتقد أن الشائعات حول كونه الابن عديم الفائدة للفيكونت كانت مجرد كلام. لم يتوقع أنه كان بهذه القدرة. ضغط على شفتيه بإحكام، وعيناه متسعتان قليلا تظهران الخوف والارتباك بوضوح. أدرك كبير الخدم أيضا شيئا ما وتساءل: إذن كل السحرة المظلمين الذين أرسلتهم قد تم القضاء عليهم؟ أيضا عند التفكير في ذلك أصيب بالذعر وركض عائدا إلى القلعة متجاهلا الخدم الذين ينادون عليه. صوبت عصا ذات رأس أحمر مباشرة نحو داميان مما أفزعه. نظر إلى أعلى الجدار حيث كان يقف 3 أشخاص يحدقون في الصلجان الذي يحمله الرجل في المنتصف. اشتبه داميان في أن الجسم كان سحريا، ثم تحدث إليه الرجل الآخر: أيها الوحش، دعنا نرى ما إذا كان بإمكانك تحمل هذه الهجمة. اشتعل طرف العصا بلهب أحمر مكونا كرة نارية. الكرة النارية التي يتحكم بها الرجل طارت نحو داميان لمهاجمته. لم يكن خائفا ووجه سيفه نحوها. ضحك الرجل باستهزاء: أيها الأحمق، هل تظن حقا أنه يمكنك صد نارنا بذلك السيف؟ اخترقت الشفرة الحادة قلب الكرة النارية مبددة إياها. تحرك داميان بسرعة فائقة عبر الأرض. كانت تلك هي التقنية السرية. 10,000 تدفق. شق الريح. هجوم مضاد جعل الكرة النارية تدور عائدة لمهاجمة صاحبها. حدق الرجل في اللهب الأحمر المشتعل أمامه وهو لا يزال مذهولا. ثم حدث انفجار كبير. نظر داميان إلى المشهد المدمر وفكر في نفسه: يبدو أن عملي هنا قد انتهى. عبس وخطط لخطواته التالية الآن. حان الوقت لمعرفة من هو قائد الثعبان الأسود. قبل أن يتمكن داميان من إنهاء تفكيره، أصابته دفعة من الطاقة الزرقاء. قفز بسرعة لتفادي القوة الهائلة التي حطمت الأرض تحته. هبط داميان ونظروا إلى الرجل الذي يقف أمامه. نظر إلى العلامات السوداء الصغيرة على جلده وعبس. كانت سترة الرجل الجلدية سميكة جدا. شعر وكأن جلده يؤخذ بالإبر. انقشع الغبار الناتج عن الهجوم كاشفا عن القامة الطويلة للرجل. بوضوح تحدث الرجل: كنت أتساءل أي وغد تسبب في كل هذه المشاكل. أدرك داميان بشكل غامض أنه إذا كان حضوره بهذه القوة، فإن الرجل الطويل في الدرع الأزرق الذي يغطي جسده كشيطان بدن وكأنه مجرد طفل مفرط الثقة. سلوكه أكد فقط أفكار داميان. إذن لابد أنه فارس رسمي. خاف المارة من المشهد والتفت الجميع بدافع الفضول. كان داميان يقف في المنتصف محاطا بمجموعة من الرجال المدرعين يحملون الرماح. تفاجأ قائلا: همم، إذن كل من الفرسان وحراس أمن المدينة هنا أيضا. فجأة قاطع صوت متحد أفكاره: كيف تجرؤ على إحداث هذه الفوضى في وسط المدينة؟ صرخ الرجل الذي يقف بجانب العربة ويرتدي زيا رسميا: أنا بايت تيان بيكر، حاكم لاندريك، أضمن أنك ستعاقب. في مواجهة مثل هذا الرجل لم يكن داميان قلقا للغاية. أوه، شخصية مهمة هنا. سأل ببرود: هل ستعاقبني؟ برزت عروق بأيتيان وكأنه سيصاب بالجنون. أي نوع من الهراء السخيف والوقح هذا؟ ألا تعلم حتى حجم الفوضى التي تسببت بها؟ قبض على يديه وصر على أسنانه. من العار أنك لم تجرؤ فقط على قتل رجل العربة، رجل أعمال محترم، لكنه هاجم شركتي وذبح أكثر من 10 موظفين أبرياء، همس المار لبعضهم البعض. ما هذا بحق الجحيم؟ منذ متى يعتبر ذلك البلطجي رجل أعمال؟ هذا سخيف. طلب منه شخص قريب بخوف أن يهدأ، خشي أن يسمعه بشان. صرخ بشان بصوت عال قائلا: هذا لا يغتفر على الإطلاق. شعر ريك بالرضا بهدوء في هذه اللحظة. هيا، مهما كنت عديم الرحمة لا يمكنك أن تلمس شعرة من شخص تحت حماية الحاكم.
نظر داميان إليه وأشار بيده ثم سأل: إذن أنت قائد القناع الأسود؟ أخيرا وجدتك، تعال إلى هنا ودعني أوجه لك لكمة. عند رؤية هذا عبس بيشان وفكر بصمت. يا له من وغد وقح. سخر داميان: أنت مهرج كبير أيها الحاكم، رجل تافه مثله وما زلت تسميه تاجرا محترما. حكمك سيء للغاية لدرجة إنه مثير للضحك. في داخله لم يتفاجأ بالوضع أمامه. لقد خمنت أن الثعبان الأسود يتواطأ مع حكومة المدينة، لكن هذا الولاء متعصب للغاية. صرخ بشام بصوت عال: ماذا؟ أصمت فورا. إذا توسلت إلي طلبا للرحمة الآن قد أخفف عقوبتك. أجاب داميان بهدوء: إذا لم أفعل شيئا خاطئا فما الذي يجب أن أتوسل من أجله؟ شتم بيشان هذا الرجل الوقح ثم نظر نحو الرجل بنبرة وعض: لم يحدث شيء أكثر من ذلك لأنني رأيت أنك لا تزال شابا فأظهرت لك بعض الرحمة، لكنك دفعتني إلى زاوية لم تترك لي فيها خيارا. لا تلمني على هذا. ثم نادى الرجل الآخر: سيد روبرت. رفع روبرت حذاءه وتقدم للأمام، ثم سحب على الفور السلاح المربوط خلف ظهره مستعدا لمهاجمة داميان. عبس الرجل وأمر: أنا روبرت حارس ليل المدينة، ألق سلاحك واستسلم. في مواجهة الرجل الضخم ظل داميان يبتسم وسأل: حارس ليل المدينة يضطر للظهور شخصيا؟ عبس روبرت بنفاذ صبر: أنت حقا حالة خاصة. ورغم أنه قال ذلك لم يكن هناك خوف في عينيه. هل أنت شجاع أم مجرد غبي؟ رد داميان بعينين باردتين، واثق بما فيه الكفاية. ضحك روبرت: ادعى أنك مجرد أحمق. ثم أرجح فأسه نحو داميان. قفز داميان أيضا إلى الوراء لتفادي الضرب، صر على أسنانه مدركا: على الرغم من أنني أقول هذا فبمستواي الحالي قتاله ليس بالمهمة السهلة. خطة بصمت. الآن أحتاج فقط إلى الصمود حتى تأتي اللحظة المناسبة. في نفس الوقت وجه روبرت لكمة، وشابك داميان ذراعيه للدفاع عن نفسه، لكنه مع ذلك قذف إلى الوراء بقوة روبرت المرعبة. تقلب مرة في الهواء ثم هبط على الأرض. لاحظ داميان أن يده تحولت جزئيا إلى اللون الأسود، وشعر ببعض الخوف في داخله. حاولت الدفاع بكل ما أوتيت من قوة، ومع ذلك ما زال يضربني بهذه القوة. ألقى نظرة قلق إلى الوراء. ألم تصل بعد؟ بدا روبرت كالشيطان وجسده كله ملفوف بقوة زرقاء. سأل: إلى أين تنظر ها؟ أدار داميان رأسه ليرى نصل الفأس يكاد يلامس وجهه. أصابه الذعر. إنه سريع جدا. فجأة اندفع شخص يرتدي عباءة إلى القتال ليصد الضرب عن داميان. تم صد فأس روبرت من قبل ذلك الشخص. ذهل الحراس لرؤية الفأس الساقط، كما فغر بيشان وريك فهيهما غير فاهمين ما كان يحدث. عبس روبرت لكن يده ارتجفت بشكل غريب. زمجر بغضب: لديك شركاء، من أنت؟ عرف عن نفسك بسرعة. خلع الشخص الآخر القلنسوة كاشفا عن شعر وعينين فضيين. كانت فتاة من طرف آكنيس. الآن تقف أمام داميان. نظر الحراس إليها في حالة من عدم التصديق، عاجزين عن استيعاب أن هذا المظهر كان لروبوت. ثم تكلم فارس مقدس من الخلف، وصوت ينادي السيد الشاب داميان. أدار رأسه بابتسامة مصطنعة: لماذا تأخرت كل هذا الوقت؟ ركض فيكتور وشخصان آخران يرتديان عباءتين بحماس. سيد الشاب، لقد وصل وهو يتعرق ملوحا بيده: أنا هنا الآن. ثم حدق بيشان في أكنيس. تجهم وجهه بغضب وكشر عن أسنانه ناصعة البياض وزمجر متلعثما: فارس مقدس هنا. إذن الكنيسة قد تدخلت بالفعل. أصبح تعبير أكنيس جادا. اتسعت عيناها وقبضت على يديها وفكرت فجأة: هل اكتشفوا أنني كنت أتعامل مع سحرة الظلام على جانب داميان؟ سأل فيكتور هان: هل أنت بخير؟ لكن هان قرص خد فيكتور، مما جعل وجهه يتلوى وغير قادر على قول المزيد. دون النظر إلى فيكتور ابتسم وأجاب على السؤال: هان ليس بخير على الإطلاق. لقد كنت منزعجا وأنا أنتظرك.
كافح فيكتور ليتحرر من قبضة داميان، لكنه لم يكن قويا بما فيه الكفاية. حاول أن يقول بصعوبة: إذن هذه هي الفارسة المقدسة للكنيسة. ألقت آكنيس نظرة على الاثنين وعبست قائلة: على الأقل فعلتما تماما كما أخبرتكما. ضحك فيكتور رافعا يده موافقا. أغمض عينيه بإحكام وهو يضحك وقال: بالتأكيد يا سيدي، إذا لم تكن هناك مشكلة فاترك كل الأوامر لي، أنا فيكتور. ينتقل المشهد إلى ما قبل بضع ساعات تحت سماء زرقاء صافية في الكاتدرائية. داخل الكاتدرائية الرائعة كانت هناك شخصيات راكعة على الأرض عندما فتح باب بصوت عال من تحت السجادة الحمراء، ودخل شخص ضخم إلى الداخل. فتاة كانت تصلي ويداها متشابكتان. سمعت الضوضاء فجأة واستدارت في حيرة. قبل أن تتمكن من الرد كان وجه فيكتور مصدوما ومتعرقا. لمعت عيناه وهو يهتف: هذا فرع من كاتدرائية الكنيسة المقدسة، أليس كذلك؟ وقفت واتجهت نحوه مجيبة بلطف: نعم. هل هناك خطب ما؟ كان يحمل حقيبة في يد وشيئا آخر في اليد الأخرى، وكل الغرضين يشعان ضوءا أرجوانيا. مد فيكتور الغرضين إليها قائلا: أمرني السيد الشاب بإحضار هذا إلى الكنيسة بأسرع ما يمكن. غيرت كلماته تعابير وجهها إلى القلق، واتسعت حدقة عينيها. هذا دليل على تواطؤ شخص ما مع سحرة الظلام. تجهم وجهها وهي تمد يدها للكتاب. دعني أرى. سلمها فيكتور إياه بسرعة. بالتأكيد. أخذت الكتاب الذي يشع طاقة سحرية غريبة، وكان صوتها جادا رغم ضعفه. هذه الطاقة هي بالتأكيد سحر ظلام. بالنظر عن كثب إلى رمز اللوتس على الكتاب أصبحت نبرتها أكثر تشككا. خطفت الفتاة الحقيبة بحدة من يد فيكتور قبل أن يتمكن من الرد. مد يده لا إراديا نحوها وفتح الحقيبة بسرعة، كاشفا عن خصلة شعر مربوطة على شكل ذيل حصان. سحبت ذيل الحصان، ولصدمة فيكتور كان رأس رجل، مما جعله يرتد متلعثما. أضاءت الأضواء على شخصية تقف خلف الرأس وهو يقول: أخيرا وجدته، أزيت أحد قادة جوليان. رفعت الفتاة يدها إلى صدرها وهي تتلعثم، ثم فتحت عباءتها على مصراعيها. كانت الشخصية هي آكنيس. لمعت عيناها فجأة بحدة بنظرة حازمة وهي تحدق مباشرة في فيكتور. وسألت: أين الشخص الذي أرسلك لإحضار هذا إلي؟ الآن يا فيكتور، خذني إليه. خفت حدة تعابيرها. خفضت نظرها وهي تتحدث بلطف: هل أنت داميان؟ بدا فيكتور متفاجئا من تغير موقف أكنيس المفاجئ، وأجاب على كليهما: نعم، هذا أنا. لقد استلمت الأدلة. الآن ستتولى الكاتدرائية هذا الأمر. بالطبع في تلك اللحظة اقترب راكب دراجة ورجل آخر من الثلاثة. تحدث الرجلان بقلق مع بعضهما البعض: لن نتدخل في شؤون الكاتدرائية، تفضلوا بالمتابعة. من جانبها انحنت آكنيس بأدب ويدها على صدرها وقالت: شكرا جزيلا لكم. نظر داميان إليها بلطف وابتسموا بهدوء: الفارسة المقدسة للكاتدرائية، كل شيء يسير تماما كما أملت. عند التفكير في الكاتدرائية ظهرت صور لأشخاص راكعين ويصلون. هؤلاء كانوا أناسا كرسوا حياتهم كلها لخدمة الرب. أظهرت صورهم وهم يوزعون الطعام على الجياع أنهم كانوا دائما لطفاء وكرماء مع عامة الناس. ثم ظهرت صورا للأشرار نصف وجوههم مظللة في الظلام. عند مواجهة الزنادقة والشياطين لم يكونوا ليترددوا في التضحية حتى بأرواحهم. كانوا جماعة متعصبة، وكانت صور أولئك الذين يحملون السيوف والدروع في طليعة الكاتدرائية هم الفرسان المقدسون.